ما كنتش عارف بأن الحياة تقدر تبدل الإنسان بهذه الطريقة هذه. كنت ساكن في طنجة في واحد الحي اللي سميتو بني مكادة، واحد الحي اللي فيه كل شيء، فيه عباد الله خدامين باش يعيشوا، فيه الناس اللي كتحلم باش تبان قدام التلفازة وكذا، والناس اللي ديما كيهربوا من الماضي ديالهم. كنت ساكن مع الوالدة، وقت كنشوف الوالد ديالي غير في المناسبات، ماشي حيت مات، ولكن حيت هو اللي قتل العائلة ديالنا وباقي حي. الوالد كان ميسور الحال، كانت عنده شركة ديال السلعة ديال البني، لياجور، السيمار، الرملة وداك الشيء. الناس كيعرفوه في المدينة كاملة تقريبا. عمرني ما شفتو طايح الأرض، ديما لابس مزيان ومهلي في راسو، وكل عامين كيبدل الطوموبيل بوحدة جديدة. ولكن منين كتقرب ليه كتحس بواحد البرود، ما عمرو ما عنقني ولا قال لي شي كلمة زوينة، وكان هو السبب في كل شيء اللي وقع. الوالدة كانت واحد المرأة اللي طيبة، دوزت معاه بزاف ديال العذاب والتكرفيس، وكانت مسكينة كتصبر غير حنا باش ما نضيعوش وصافي. ولكن في واحد النهار حياتها تهرسات من عرفات بأن الوالد كان باغي يتزوج بوحدة صغر من الوالدة بسنين بزاف. واحد عنده 40 عام باغي يتزوج بوحدة عندها شي 20 مع 22. وبينها والله اعلم عاوتاني هذيك غير شافت عنده الفلوس وبغاتو، وما كانوش عنده الفلوس الله لا شافت فيه بالله. وهذه حقيقة اللي ما غاديش يتقبلوه بزاف ديال الدريات باش نكونوا واضحين. من بعد ولاو المشاكل في الدار ملي الوالد عرفناه باغي يتزوج، السبان قدامنا والدموع ديال الوالده. ما بقيتش ديك الساعه كنعرف فين غادي نمشي، ولات الدار بحال شي قنبوله غادا تفرقع. وانا كنت ديك الساعه كنقرا في الليسي، وكنت كنركز بزاف على الاعلاميات والتكنولوجيا. كنت كنحلم نكون مهندس ديال نظم معلومات، ولكن كل نهار ملي كنت كندخل للدار كنلقى شي مشكل جديد، صافي كنتحطم وكنطيح الارض. كانت الوالده كتجلس وكتبقى تبكي مسكينه، وكنت كنكون هاز شي كتاب قدامها وتنقراه. والمشكل هو ما كنفهمش داكشي اللي تنقراه كاع، حيت كيبقى الصوت ديال البكا ديالها كيدور لي في ودنيا. وحتى ملي كنكون في القسم كاع ما كنركز، كنبقى غير نتخيل داكشي اللي تيدور في الدار. واحد النهار الوالد جا عندنا للدار ويقول لنا واحد الهضره اللي صدماتنا. قال لنا بالحرف بحال هكا: انا غادي نبدا حياه جديده، واللي ما عجبو الحال الباب واسع. تخيل معايا با كيدير لكم بحال هكا. الدار اللي بناها هو والوالده بيديهم، تقاتلات معاه من الصغر ملي ما كان عنده والو. 20 عام وهي صابره معاه. في الاخر كيولات تخرجي منها. خرجنا ومشينا نسكنوا في واحد الحي بعيد شويه. المجمع الحسني راه غادي يعرفوه الناس ديال طنجة، واحد البلاصه اللي بسيطه ولكن كانت فيها الكرامه تمايا. الوالده بدات خدامه في داكشي ديال الخياطه باش انا نقدر نكمل القرايه ديالي وما نمدوش يدينا لعباد الله. الداخل ديالي ولات عندي فيه واحد الكراهيه، ماشي غير من الوالد وصافي، ولكن من الرجال اللي كيحلفوا وكيقول لك العائله هي الاساس، وفي الاخر كيبيعوها من اول فرصه جاتهم. بديت كنتبدل فاش كتعيش بزاف ديال الخيبات ديال الامل، كتولي كاع ما تشد الامور بجديه كيف ما قبل. في المدرسه كنت ديما مزيان بخير، خصوصا في داكشي ديال الانفورماتيك. كنت كنفهم داكشي ديال الكودينغ، كنفك شي الغاز وكنعرف كيفاش اي نظام كيخدم. ولكن المشاكل في الدار خلاتني باش نشتت داك التركيز ديالي. في واحد النهار كنت خارج من الليسي وانا نتعرف على واحد الدري سميتو سفيان. كان هو داك الشخص اللي حسيت به اول مره كيسمع ليا. كنا كنقراو مع بعضياتنا وكنجلسوا في القهوه اللي حدا الليسي بنو الخطيب. كنا كنهضروا على الاحلام ديالنا وكنت كنعاود ليه على كل شيء، وحتى علاقتي بوحده سميتها ايناس. كانت بنت من الدرب القديم، تعرفت عليها قبل ما نتحول من بني مكادة، وكانت اول مره غادي نحس فيها انني نقدر نكون محبوب. سفيان كان كيبان ليا ولد الناس وكيهضر بشويه وكيعطي النصيحه، وملي ارتحيت ليه كنت كنهضر معاه بزاف على ايناس. كنت كنوري حتى الميساجات اللي كتكتبهم ليا باش يقول لي الراي ديالو. كنت كنعتبره خويا وقريب ليا. ما كنتش عارف ان داك الهدوء ديالو كيخبي شي حاجه اللي خايبه. دازوا الايام، المعامله ديالي مع ايناس كانت بخير. شويه بين ليله وضحاها حتى بدات كتبدل المعامله ديالها. كانت كتجاوبني ببرود، كتخبر عليا، ومين كنسولها شنو كاين وشنو واقع كتقول لي ما كاين والو. حسيت باللي كاينه شي حاجه، واخا كانت كتقول لي ما كاين والو عرفتها كتكذب، ولكن ما تخيلتش شنو غادي يوقع.
من بعد سيمانات هو يوريني صاحبي واحد الصوره في الانستغرام، كانت ايناس فيها مع سفيان كيضحكوا وكيبان بحال الا ولاو مع بعضياتهم. هذيك التصويره وفي هذاك النهار بالضبط كانت واحد الضربه قاصحه للقلب ديالي، ماشي على البنت لا، ولكن على الثقه ديالي، الثقه اللي كنديرها في بنادم وكيخونها. انا ما كنتش كنخاف من الحب، كنت كنخاف من الغدر. سفيان كان اقرب شخص ليا، وكان كيسمع لاي حاجه قلتها لي صغيره وكبيره، وهذا الشيء اللي دارو راه ما كيتسماش غلط، كيتسمى طعني في ظهري، غدرني. بقيت بحال هكاك ايام دازت وما كنهضر مع حتى شي واحد، حتى في القسم ما بقيتش كنتفاعل كيف الاول، وليت كنجلس في الطاوله الاخرى، كنحط لي زياد ديالي وراسي على يديا وكنغرق في العالم ديالي. بديت كنقلب على شي حاجه اللي نرتاح فيها، والشيطان ولد الحرام صور لي الحاجه الوحيده اللي نقدر نرتاح فيها هي الكارو. مشيت شريت اول كارو وبديت كنكمي فيه. اول كميه ليا كانت غير باش نهرب من داك الاحاسيس اللي تنحس بهم. كنت كنجلس في قهوه الريف اللي كاينه في طريق تطوان، والدراري اللي وليت معاشرهم حتى هما كانوا كيزيدوا يشجعوني باش نزيد نكمي، لدرجه وحدين قالوا لي كاع كمي الحشيش باش تنسى، باش تتبوق وتعيش في عالم اخر. حسيت براسي خفيف ملي وليت كنكمي الكارو، ولكن مع الوقت ولا هذاك الكارو بحال الحبس ديالي. ملي كنحس بالشقيقه ضروري خصني نجبد الكارو ونكميه، لدرجه كنكون مريح في الدار حتى كنحس براسي تزيرت، وما كنقدرش نخرج بالليل مثلا، كنطل غير من الشرجم وكنجبد الكارو ونبدا نكمي. حتى لواحد النهار ملي درتها الوالده مسكينه دخلت عليا على غفله بلا ما تدق، يمكن وصلاتها الريحه من الشرجم الاخر. ملي شافتني بدات كتبكي، ما غوتات ما ضرباتني ما والو، ما قالت لي حتى شي حاجه، من غير انها سدات الباب ومشات. السكات ديالها قصحني بزاف، مرضني في حياتي، كون غير دوات وخرجت داك الغضب ديالها وما تبقاش ساكته بحال هكاك. بدات الحياه كدوز قدامي ثقيله. تخيل ما يكونش عندك باك والدار عامره بالهم، صحابك خانوك، كتولي ما عارفش كاع شنو باغي دير، غير كتبقى تشد التليفون دوز فيه الوقت. وليت كنميل شويه لليوتيوب ونبدا نتفرج في داك الدروس ديال البرمجه، ويطلع لي واحد القناه ديال واحد الدري مغربي كان كيهضر على الامن المعلوماتي. خونا كان كيبان واحد الشاب اللي عادي، ولكن الطريقه اللي كان كيشرح بها خلاتني نحس بانني راه كنفهمو مزيان. بقيت كنتبعو وكنقلب على مواضيع اللي كتشبه داكشي اللي تيدوي عليه. شويه بشويه ولات البرمجه هي المتنفس ديالي. في الليل الناس ملي كينعسوا كيطفيو الضواو، كنت كنجلس انا قدام داك البيسي القديم ديالي اللي كنت خديته من عند واحد السيد خدام مع الوالده في الخياطه وباعوا لي بثمن مزيان. واخا البيسي ثقيل ومعذبني كنت كنضارب معاه، كنجرب داكشي ديال الكودات وكنقرا على الشبكات، وكنت كنخاف صراحه لانه اللي غارق بشي حاجه اللي كبيره عليا، ولكن الفضول كان كيغلبني. كنت كنقول مع خاطري دابا الناس كيدويو بزاف على الهاكرز بانهم بحال الشياطين، وهنا بدات الفكره كتكبر في عقلي. ما بقيتش باغي غير نقرا ونتعلم، ولكن بغيت نكون قوي. القهره والغدر كيبنيو فيك واحد الحيط اللي جديد كل نهار، كتزاد فيه واحد الياجوره. كنت كنحس براسي بغيت نحمي راسي من كل شيء، واخا يكون الثمن هو ندخل للعالم اللي مظلم. في ذاك الوقت ما كنتش عارف ان الخط ديال الفضول والتهلكه رقيق بزاف، وان اول خطوه في الطريق ديال التحكم تقدر تولي طريق الضياع. ملي حسيت بانني خصني نبدل الطريق ديالي بدا كل شيء كيتبدل في حياتي. كان خصني ضروري نخدم ونجمع شويه ديال الفلوس باش نقدر نبدل البيسي ونزيد شويه من النيفو ديالي في الخدمه. طلبت الوالده واخا كانت باقا مقلقه عليا من داك الكارو اللي شافتني كنكميه، وقلت لها تعاوني شويه بالفلوس. ومشيت خدمت سرباي في واحد القهوه، وملي كنت كنسالي من السرباي كنمشي نخدم في واحد المطبعه بالليل من 12 حتى ل 5 الصباح. كنت كنوصلها تقريبا لشي 3000 درهم ما بين هاد الخدمه وهاد الخدمه كل شهر، وما كنتش كنخسر الفلوس، كنزير راسي ما امكن. من بعد شي 7 شهور قدرت نبدل البيسي ديالي وشريت واحد جديد، والفلوس اللي شاطوا ليا كنت خديت بهم شي كورسات وشي لعيبات باش نتعلم بهم. هذاك الشيء كان كافي باش نبدا ندخل لواحد العالم اللي مختلف. من بعد ما ديت البيسي للدار وانستاليته في واحد البيرو في الصالون، بديت كنانستالي فيه داك البرامج اللي قانونيه، برامج ديال التعلم، شي كتوبه، شي دورات في اليوتيوب. كنت كنتيليشارجي كل شيء،
والله كتر خير الناس اللي كانوا كاريين لينا الدار خلاو لينا الويفي فابور، وكانوا هما اللي مكلفين بالخلاص ديالو. واخا داك الويفي المحفحاف ولكن قاضي الغرض. اللهم نصبر حتى نبدل والدي وندير شي دابيل اللي مزيان. النهار اللي كنت شريت فيه البيسي مشيت كنتعشى مع الوالده، وكنت خديت لها معايا شي حاجه بسيطه من السوق ديال بني مكاده غير باش نفرحها. ولكن في هذيك الليله كانت واحد الازمه اخرى. الوالد جا عندنا بالطوموبيل ديالو الجديده، دوا مع الوالده وتناقشوا، وغالبا غادي يكون على ديك الموافقه ديال الزواج. قال شي كلمات اللي كانوا خايبين وقاصحين. الوالده من بعد ما هضرات معاه سكتها بالغوات ديالو داك السبان، خرج في حاله ومشى وانا جلست قدام البيسي. حسيت بالما جامد هابط ليا مظهري، البروده اللي كتخليني نفكر واش الحياه خاصها تبقى تحطم فيا ولا نجاوب انايا بشي خطه. البيسي في هذيك الايام وفي حياتي بصفه عامه ولا هو المعلم ديالي. بديت كنقرا على شروحات الامن المعلوماتي من هذوك القنوات المغربيه والعالميه كاع، وكنت راد البال مزيان باش ما نتعلمش بشي طرق اللي نضر بها بنادم. كنت كنقلب غير كيفاش نحمي الحسابات وكيفاش نفهم الشبكات، كيفاش نفرق ما بين هذه فيها فيروس ما فيهاش، كيفاش نفرق ما بين المعلومات اللي صحيحه والمعلومات اللي كاذبه. ولكن الفضول ديالي مع الوقت خلى انه تكون عندي الرغبه ديال نجرب. بديت كنشارك في واحد المنتديات اللي صغار في تيليجرام وفي الريديت، وقت كنشوف الناس كيفاش كيهضروا على الحالات ديال الاختراق وكيفاش كيديروا ديك الطرق ديال الدفاع. واحد المره وانا نتعرف على واحد السيد غير من الشاط سميتو حسين، كان كيهضر مزيان وكيعاون الناس. عطاني واحد النصائح وبدا كيفهمني شويه كيفاش نقلب على الثغرات بلا ما نخدم بها باش نضر شي واحد. وحسيت براسي بانني لقيت واحد الانسان بلا فلوس بلا والو غادي يعاونني. مع الوقت وليت انا كنبارطاجي مع الناس وكنشارك معاهم كيفاش نعاونهم وداك الشيء. كنت كنعلم الواحد كيفاش يبدل المود باس بطريقه اللي تكون محميه، كنت كنوري الواحد كيفاش يدير نسخه احتياطيه للبريد الالكتروني ديالو. قاعد المساعدات خلوني نحس براسي بانني واحد الانسان اللي مفيد، وخلاو الوالده حتى هي تفتخر بيا قدام الجيران اللي كنت كنعاونهم حتى هما باش يقادوا المسائل ديالهم. ومع هذا الفخر هذا جات واحد الشهره صغيره في الدرب. واحد السيد من ملاباطه جاب الخو واحد الباسي وجا عندي انايا باش نقاد ليه المسائل ديالو، حيت كان باسي قديم باش يشوف واش فيه شي ثغره ولا شي حاجه اللي يقدروا زعما يدخلوا المخترقين ليه بالزربه، حيت كان غادي يحط فيها الخدمه ديالو اللي كبيره بزاف وما خصهاش تمشي ليه. السمعه ديالي بدات كتكبر بحال هكا والناس بداو تيسمعوا عليا من بلايص اخرين. اكثر من عام وانا خدام في هذا الدومين غير من الدار، وكنت كنحس براسي بانني زدت بواحد الخطوه في حياتي، ولكن مازال ما وصلتش. وماشي كلشي كان زوين عاوتاني. الغدر ديال سفيان كان مازال تيضرب ليا في قلبي، وكنحقد ملي كنطلق انا وياه في الشارع. وما نسيتش واحد النهار اللي كنت دايز بالصدفه وتلقيته هو وإناس في القهوه كيضحكوا. الضربه في ذاك النهار كانت قاصحه عليا. بالليل كنت مريح قدام الباسي، جربت واحد اللعيبه بسيطه باش نزيد نعرف اكثر. جاني الفضول باش نراجع شي معطيات عامه على الحسابات ديال بنادم اللي تيكونوا ماشي بريفي، غير باش نشوف واش بصح يمكن لشي واحد يعرف بزاف على الاخر بلا ما يدخل في حياته الخصوصيه زعما. ولقيت بزاف ديال الحوايج اللي الناس كيخليوهم عمدا بالعاني زعما، بحال البروفيلات اللي كيبقاو بوبليك، تصاور اي واحد جاي يشوفهم، اي واحد جاي يدير تعليق بلا ما يعرفوا بانهم راه مخلين واحد البيبان اللي يقدروا يدخلوا منهم الناس ديال الاختراق. وهذا الشيء خلاني نفكر مزيان واش الناس عارفين هذا الشيء ولا عندهم نقص في الوعي. في الاول الفكره ديال الانتقام ما جاتش ليا في بالي كاع، ولكن بشويه بدات كتدخل ليا للراس. كل ما كنقرا شي قصه على ناس اللي تضروا وليت كنفكر انني ندخل لعالم الانتقام، خصوصا ملي كنزيد نتفكر بان سفيان غدرني مع الانسان اللي كنت كنتايق فيها. المشكل ماشي ديالها هي، ما غاديش نقول بان راه زعما مشات معاه وما تاقتش فيا ولا ما نعرف، ولكن المشكل ديالو هو اللي غدرني، هو اللي عمر ليها راسها، هو اللي بقى كيشحن فيها حتى خلاتني انا ومشات معاه. يعني هو السبب في المشكل كامل، وهي كترجع لها النسبه ديال 30% تقريبا. الكارو ولا التوأم ديالي في الليل، ما كنتش كنكمي بالنهار غير بالليل، حيت بالليل هي الوقيته اللي تنكون فيها مريح في الدار وما تندير حتى شي حاجه من غير الباسي، وضروري ما كنحس براسي تزيرت. وباش ما نطيحش بنفس الاحراج مع الوالده وليت كنخرج
كنبقى ندور في مالاباطا وكنبقى نتمشى، كنمشي للمرجان، ندور للقصبه، كنبقى ندور حتى كنبرد. كنرجع للدار كنكون كامل شي 3 ولا 4 الكوارو. هذاك الكارو هو اللي كان كيخلي داك الموجه ديال الغضب اللي كدوز عليا ملي كنتفكر سفيان تهبط وما تشعلش فيا العافيه. ولكن الصراحه الكارو ما كانش هو الحل. الكارو كان غير واحد الحل مؤقت. وفي النهار اللي الوالده خافت عليا قلت لها صافي راه ماشي مشكل، هاد الكارو هذا غادي نحيدو في اقرب وقت. الوالده غير صبري معاه، راه عندي مشاكل في حياتي، انا غنحيدو وهي غنحيدو كنوعدك. المهم حياتي بدات واحد شويه كتقاد في داكشي ديال النظم المعلوماتي داكشي اللي تنتعلمو. الجزء التقني اللي دخلت ليه راه كان محدود بالقانون، مازال ما دخلتش في داكشي ديال الاختراق وكذا. كنت كنقرا على كيفاش نقادو الشبكات المحليه، كيفاش نخلي الروتور مثلا ديال الدار مضبوط بواحد الطريقه مزيانه، وكيفاش نشيفري الملفات الشخصيه باش ماشي اي واحد يدخل ليهم. ما عمرني ما وصلت انني نخترق شي نظام ديال شي مؤسسه ولا شي حاجه، حيت انا كاع ما كنت واحد الانسان اللي شرير، ولكن كنت عارف ان هذيك الطريق راه طويله وممكن تهبطني للارض وتدخلني للحبس. من غير اول تجربه ليا كنت خديتها صغيره. واحد النهار واحد الدري من الليسه ديال بنو الخطيب كان طلب مني باش نعاونو يرجع الحسابات ديالو اللي كانوا مشاو ليه من بعد ما كان نسى المود باس ديالو. كانت هذيك الحاله بسيطه وقانونيه، يعني ما غندير شي حاجه اللي غير شرعيه. خدمت معاه ورجعت ليه المسائل ديالو. الاحساس اللي وصل ليه الدري ديك الساعه كانت واحد الفرحه اللي كبيره، وبقى تيدور يدوي مع صحابو ويعاود لهم عليا. وهذا الشيء خلاني نحس بواحد القوه كبيره، حيت ما يمكنش تبقى بلا سلاح في هاد الدنيا. ولكن مع هاد القوه اللي وليت كنحس بها بديت كنحس معاها بواحد الثقل اللي كبير. صاحبي حسين بدا كيعطيني شي تحديات اللي صغار، بحال داك النقاشات على الاخلاق، وبدا كيعرفني على شي ناس اخرين في المجال. واحد منهم كان سميتو رشيد، كان راجل كبير شويه في السن وكان عايش في حي القصبه. كان عارف بزاف على الشبكات. رشيد كيهضر بالحكمه، ماشي غير داوي خاوي وصافي. كان ديما كيقول السلطه اللي كتجيبها التقنيه خاصها مرا متوازنه بالقيم. هاد الهضره خلاتني نبقى نوقف نفكر مراسي. ولكن حتى رشيد صراحه راه عنده واحد الجانب اللي ما كيعجبنيش. كان كيبغي يشد فرص وينقب على الناس اللي غالطين باش يفضحهم. هو ما كانش كيحرض على الضرر، ولكن كان كيعجبو يشوف ناس كتعلم من الغلط ديالها. الفلوس اللي كانت كتعطيني الوالده واللي كنت كنجمع بديت كنخسرهم على الماتريال وعلى الانترنت. بديت كنخسرهم على راسي باش نتعلم اكثر هذاك المجال. وكنت كنحاول ما نبقاش غير جالس في الدار، حيت كنتفكر شي حوايج اللي تيمرضوا. كانت واحد جارتنا سميتها خديجه، اختنا ما كتدخلش سوق راسها. مشات عند الوالده وشكات ليها وقالت ليها راه ولدك تيطلع للسطح بالليل وكيبقى يخرج مع الطال وهادي وردي مع البال وكذا. هنايا الوالده بدات كتزير معايا الصمته، وانا رد الفعل ديالي راكم عارفين مع البليه ديال الكارو والقطعه كان صعيب شويه. يا ربي تسمح لي فهاد النهار بديت كنغوت في وسط الدار، وهذا الشيء اللي خلاني نبقى بعيد على الوالده شويه، وليت كنسد عليها في البيت. دخلت ليه الباس ودخلت كل شيء. بديت كندخل للجروبات ديال التليجرام، وطلقيت بزاف ديال الجروبات اللي كانوا كيشرحوا الامن المعلوماتي والبحث القانوني وداك الشيء، وكنت كنبارطاجي معهم الافكار ديالي وكنستافد منهم. كل مره كنت كنقرا فيها شي حاجه جديده تمايا في تليجرام ولا في المنتديات اللي كندخل، كنت كنحس براسي كنزيد نكبر في هذا المجال. مع الوقت وليت كنفكر انني ندير واحد البروجي صغيور اللي نزيد ندخل منه فلوس. غادي ندير واحد القناه في اليوتيوب اللي نبدا ندير فيها فيديوهات كتوري كيفاش دير الحمايه ديال الحسابات والخصوصيه ديالك، وهذا الشيء غادي نصورو من البيت ديالي بطبيعه الحال. بديت كنتحمس بزاف للقضيه، شديت التليفون ديالي نطويت الكاميرا وحطيته قدامي، وبديت كنجرب كيفاش غادي نبان في الفيديو وكذا. الحل الوحيد اللي بان لي هو نبدا ندرك وجهي شويه باش الناس ما يعرفونيش بالضبط شكون انا جبت واحد التريبي وحطيت فيه التليفون وضويت ودرت المسائل باش نبان مزيان في الفيديو. وقلت مع راسي غادي نصور اول فيديو تجريبي. كنت بوحدي في الدار، قلبي كان تيضرب بحال ندير شي جريمه. صافي درت بلاي الفيديو وبديت كنقول السلام عليكم، معكم وليد من طنجة. اليوم غادي نوريكم كيفاش تحميو الحساب ديالكم من التهكير بلا مصطلحات بلا صداع الراس بلا والو. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. صوتي صراحه ملي سمعت الفيديو لقيت راسي كنتعكن واحد شويه، ولكن قلت ماشي مشكل،
اهم حاجه هي تبدا. من بعد ما صورت الفيديو جلست كنشوف فيه وكنراجع ليه يكون شي غلط، كنسمع الصوت ديالي وكنشوف راسي كيفاش كنهضر. في الاول حسيت بواحد الاحراج اللي خفيف، ولكن في نفس الوقت فرحت صراحه. حسيت بواحد الطاقه جديده في حياتي، بحال الا والد واحد اخر غادي يبدا يتولد. صيبت القناه ديالي، درت لها اللوغو ديالها والمسائل السميه، قديت داكشي بفوتوشوب مزيان وبارطاجيت اول فيديو ليا في القناه. كانت المده ديالو تقريبا شي 7 ديال الدقائق. في الاول ما كان كيشوفو حتى شي واحد، يلا طلعت لي في شي سيمانه بحال هكاك شي 2 ولا 3 مشاهدات، يمكن غير انا وصاحبي حمزه والحسين. ولكن من بعد 2 ديال السيمانات جاني واحد الكومونتير من عند واحد البنت كتقول لي الله يجازيك بخير، كنت غادا نضيع الحساب ديالي ولكن تعلمت منك شنو ندير، شكرا بزاف، كمل حنا معاك. هذه كانت اول مره غادي نحس باللي داكشي اللي درت راه عنده واحد المعنى. بقيت كنخدم كل نهار من بعد الرايه ديالي، كنصور كندير المونتاج وكنبارطاجي، حتى لواحد النهار جا عندي صاحبي عادل ويقول لي ما ديرش معايا الحلقه الجايه نعاونك في التقديم والمسائل. قلت ليه مرحبا، ولكن راسنا نكونوا طبيعيين، ماشي بحال اللي غنديروا الاخبار ولا شي حاجه ونبقاو نزيدوا في الهضره. قال لي صافي كون هاني انا معاك. من تما بدينا كنحسوا براسنا كنصوروا شي حاجه اللي عندها روح، كنوصلوا المعلومه بطريقه مغريه وخفيفه ومفيده. وإذا تشجعني في هذا الشيء بزاف هو ملي بدات القناه كتكبر شويه بشويه. في الاول راه كانوا بحال غير تيقطروا لينا في المتابعين، ولكن اللهم وكاك ولا بلاش، الاستمراريه هي اللي عليها كل شيء. بداو الناس كيسولوا على الانستغرام ديالي، وليت كنحطوا لهم في الفيديو والناس كيصيفطوا لي ميساجات، خويا ياسين عافاك تقدر تعاوني باش نحمي الحساب ديالي؟ كاين اللي تيقول لي خويا راه عندي مشكله في الواتساب داوه ليا، كاين اللي تيقول لي اخويا راه وقع واحد المشكل في فيسبوك. وهذا الشيء راه تيوقع بزاف الاخوان. بقيت بحال هكا حتى تولد عندي واحد الحلم اخر، نحاول نعاون الامن السيبراني المغربي في المستقبل. حلم اللي كبير صراحه، كنت كنتمنى نوصل لهذاك المستوى، ولكن بطبيعه الحال بشي طريقه اللي تنقيه من القلب. كنت باقي ما عارف شنو غادي يوقع من بعد، ولكن حسيت باللي الطريق هذه المره غبيه في الاتجاه الصحيح. ما بقاش الهاكر الطنجاوي اللي كيهرب، ولكن الهاكر الطنجاوي اللي قرر يرد وسط من الظلام. بقيت مركز على المشروع ديال القناه ديالي، كنت باغي نكبها باي وجه كان، ولكن الصراحه الحياه ما كتخلي حتى شي واحد يبدا من غير ما تجربوا في شي مشكل ولا شي فيراج كيف ما كنقولوا طيحوا في شي مشاكل. الموضوع ديال الوالد ما سالاش، وصلات بانه يشردنا ويطلق الوالده. من قرر يطلقها وما بقاش كيجي عندنا للدار وكيغوت بحال هكاك، صراحه توشيت في قلب بزاف، حيت هادشي ما كان انفصال عاطفي، كانت واحد الحجره كبيره اللي شتات الشمل ديالنا. واللي ما كنت متوقعه هو ان الواقع كان مخبي واحد الاسرار كبار من داك الخلافات الزوجيه. الوالده بقات غاده مزيان في الخدمه ديالها ديال الخياطه، وكل شيء كان غادي روتيني عادي، حتى لواحد النهار جا شي واحد من الدرب القديم ديالنا في بني مكادو، بدا كيدوي مع الوالده وكيسولها على الوالد، وكان كيدوي معاه بواحد الصوت اللي ضعيف سمعتهمش مزيان، حتى قربت ليهم ولقيتو كيدوي معاها على الوالد، شي مسائل اللي ضروني في راسي. اشنو مخبي هاد الوالد هذا؟ اشنو كيدير وحنا ما عارفينش؟ قلت مع راسي تقدر تكون الوالده ديجا عارفه وما بغاتش تقول ليا. والصراحه هاد القناه اللي بديت كنت تعرف فيها على ناس جداد وداك الشيء، ما كانتش غير باش نعلم الناس كيفاش يحميو راسهم وكيفاش يحميو الكونطات ديالهم، ولكن باش حتى انايا نكتشف شحال من حاجه اللي كانت مخبيه. من بعد ما فكرت مزيان، غتكون عرفتوني فاش فكرت انني نبدا نقرب شويه لهذوك الدواسه ديال الوالد، كان ضروري ندخل للحسابات ديالو ونعرف الحقيقه ديال هذاك السيد. ماشي غادي ندخل باش نضرو ولا نخسر ليه داك الشيء ولا ما عرفت كاع، ولكن غير باش نعرف الحقيقه كيف ما قلت لكم ونحمي الوالده حتى هي. ما تعرف يكون شاد شي حاجه على الوالده وبغي دير الارض ديالها ولا شي حاجه، حيت الوالده عندها واحد الارض حقها زعما كنخليها لها جدي الله يرحمه. صافي انا ملي بديت كنشك في الوالد بشي حاجه كتجرني في قلبي وكتقول لي راه كاينه شي حاجه من وراه، ما قدرتش نبقى غير مربع يديا، خاصني نعرف الحقيقه باش نحمي الوالده ونحمي راسي. وداك الساعه غادي نقرر شنو غادي ندير. ما غاديش نعاود لكم كيفاش
دخلت للمعطيات ديالو ولا نعطي الطرق والخطوات. غادي غير نقول لكم بانني خدمت بهذوك المهارات اللي تعلمتهم بالذكاء ديالي، وما بغيتهمش كاع يكونوا سبب باش نضر بهم شي واحد. بديت كنراقب من بعيد، شفت شي حوايج اللي ما كنتش متوقعهم، شي فاكتورات اللي ما كيتقبلهمش العقل، شركات صغار كانوا مكتوبين بشي سميات اللي كاع ما معروفين، شي وراق عاوتاني كيبينوا بان الفلوس كيدوزوا من جهه لجهه، وما بين السطوره ديال داك الوراق كانوا شي تصاور وشي بيانات صغيره كيبينوا على ان الخدمه ديال بيع المواد البناء غير واجهه وصافي. لقيت تصاور ديال شي رموكات كانوا هازين شي سلعه اللي مشبوهين، والعناوين ديال الشركات في مدن اخرين، شي سميات اللي عمرني ما سمعت بهم من قبل، حيت الوالد راه شحال هادي كان كيعاود لينا على كل شيء في الخدمه ديالو. كل ما كنزيد نغرق في داك الدواسه كل ما كتزيد تكبر الصوره في عينيا، تبييض الاموال وشي طرق كيديرهم باش كيخبي الفلوس من كيجيو، وشي اشارات ديال التعامل مع شي ناس اللي ماشي قانونيين. القلب ديالي تهرس من الداخل. الوالده واخا ضعيفه كانت قويه في هاد اللحظات. من بعد ما وريتها كل شيء قالت لي يا ولدي الله يرضي عليك ما دير شي حاجه اللي تندم عليها، خليه يدبر راسو صافي، حنا بعدنا عليه، علاش مازال تابعو؟ قلت لها الوالده هذا راه خايف منه لا يدير لينا شي حاجه شي نهار، مادام كيدير هاد الحاله كامله راه توقعي منه الأسوأ. وانا اصلا ديك القضيه ديال الطلاق ما بغاش تدخل لي راسي، الطريقه كيفاش دارها. صافي بديت كنجمع الدلائل بلا ما نعرض راسي ولا الوالده للخطر، تصاور من داك الدواسه، رسويات، شي ميساجات اللي مكتوبين وشي الوراق اللي كانوا فيهم ارقام وحسابات، بلا ما نفهم في هذوك التفاصيل بزاف. كاع هذوك الدلائل غادي نخبيهم في واحد ديسك دور اكسترن. كنت كنحاول ندير اي حاجه ونجمعها في داك الدوسي اللي كان قاد فيه، باش ملي نمشي نواجهه غادي نواجهه بشي دليل قاطع ويفوت لينا راسنا. مشيت عند واحد خينا قديم اللي عنده علاقه بداك الخدمات المعلوماتيه القانونيه، شرحت لي الموقف وهو يقول لي الصراحه هذا الشيء وليد خطير شويه، ولكن الا عندك دلائل راه خاصك تمشي للجهات المختصه اللي كتعامل مع الجرائم الالكترونيه. الله يرضي عليك حاول هذا الشيء ما تخرجوش في الانترنت، راه ممكن يولي خطر عليك وعلى ماماك. فاش فكرت في الهضره ديالو لقيتها بصح، وبديت كنخاف على الوالده اكثر من راسي، ولكن الشجاعه ديالي خلاتني نتغلب على داك الشيء كامل. القناه ديالي بقيت خدام عليها مزيان، كنت كنصور حلقات باش نعلم الناس ونخلي الكاميرا نولي نزعم عليها زعما وكذا. في الاوقات اللي الوالده كانت كتشغل راسها بالخياطه وكتخدم الناس، كنت انا كنشد الباسي وكنبقى خدام كنتعلم. حتى لواحد النهار قررت باش نواجه الوالد، وغادي نواجهو نيشان بلا ما ندخل ونخرج عليه في الهضره. مشيت عنده للدار، حل لي الباب، دخلت عاودت ليه كل شيء بالهدوء وبلا نغوات بلا حتى شي حاجه. سولته شي اسئله بساط، قلت لي شنو كدير في النهار ديالك وعلاش درتي بزاف ديال التصافيرات هذا العام وفي السميه ديال الشركه. السيد بدا كيواجهني وما كذب عليا في والو، قال لي كل شيء. الرد ديالو كان بارد، ولكن في نفس الوقت كان كيتهرب شويه باش ما يحاولش يدخل معايا في تفاصيل اللي باقي انا ما عارفهاش. خرجت داك النهار من عنده وقلبي كان غادي يتفرع بالخوف والحيره، ما قدرتش نرجع بلا ما نضمن باللي عندي واحد الجهه اللي غادا تعاونني وتسمع ليا. الدليل اللي كان خصني نلقاه باش نمشي عند البوليس كان دليل قانوني، وما هذوك الفاكتورات اللي كنت لقيتهم، سميات ديال شركات اللي وهميه مرتبطه بحسابات وتسجيلات شي ميساجات وشي لعيبات اللي كيثبتوا التدخل في الممنوعات. واللي خلاني نبقى مرون ومبرزط وعلاش الوالد ملي عرفني انا حصلت عليه هذا الشيء كامل ما دارتش ردة فعل. ياك ما نكون غادي ندير شي مشكل على راسي، ولكن انا متاكد بان داك الشيء كامل راه كاين. راجع الدار في الطريق وتنفكر خصني نلقى شي واحد اللي يقدر يعاونني في هذه القضيه، ونقدر نحط هاد الدوسي عند البوليس بلا ما نخاف بلا والو، يقدر يتشد فيها الوالد حيت هاد الشيء اللي دار كامل كاع ما خاص الواحد يبقى مطلوق حر. رجعت للدار لقيت الوالده كطيب وعينيها كيبان فيهم العيا. قلت لي يا ولدي فاش نقدر نعاونك؟ بغيت نضحك ونقول لها راه كلشي مزيان الوالده وما عندك فاش تعاونيني، ولكن الهضره ديالي بحال الا تحبست ليا في فمي. غير حطيت يديا فوق كتفها وقلت لها الوالده انا غندير اللي عليا وما غنخلي حتى شي واحد يقدر يقرب ليك ولا ليا. صافي من تما بديت كنفكر انني
نبدا الخدمه بالنيه البارده وغير بالعقل. ما بغيتش نولي طايح في شي فخ ولا نجر معايا الوالده في المشاكل، وما بغيتش حتى انا اصلا نطيح. الخطوه الاولى كان خاصني نبقى نراقب بلا ما نبان، ماشي ندخل داكشي ديال الاختراق ولا التخربيق، يعني غير مراقبه عاديه وصافي. الا قدرت تصور شي حاجه نصورها، الا قدرت نكتب شي حاجه نكتبها، ونبدا نجمع داك الدلائل الماديه. الصباح كنت كنمشي نقضي الاغراض ديالي، وفي العشيه كنمشي نبدا نطلع على هذوك الرموكات اللي تيخرجوا من الديبوات ديال الوالد اللي كيحط فيهم السلعه. كنت كنوقف بعيد عليهم وكنبقى نشوف داك الرموكات كيفاش كيخرجوا. كنت كنكتب الماتريكولات ديالهم، وبعض المرات كنمشي حتى للمرابطه باش نسول على هذوك الشنطيات اللي شادهم الوالد واللي كيخدموا معاه. كنت كنحاول نشري المعرفه مثلا مع العساسه وخوتنا اللي كيجوني ساهلين باش نجبد منهم الهضره. كندبر عليهم وكنبدا نجبد منهم شويه بشويه شنو كيديروا هذوك الرموكات وشكون اللي كيجيب داك السلعه. والاغلبيه فيهم كانوا تيقولوا لي ما عرفنا وما شفنا، مخدمين داك اللعيبه ديال سبق الميم ترتاح. ولكن بديت كنشك انايا بزاف. كنت كنرجع للدار وكنبقى نقارن التصاور وداكشي اللي قيدته مع الفاكتورات اللي كنت لقيتهم، وكندير واحد الليسته وكنبدا نكتب بها السميات والنوامر اللي تصادفت بهم، وكنبقى نشوف في داكشي. كنت كنحاول نخرج بشي حاجه، ولكن دغيا تيبدا يسخن عليا راسي واش نمشي نقابل داك القناه اللي درتها في اليوتيوب. صراحه بنهار كنت كنصور شي حلقات اللي عاديين على حمايه الحسابات وكذا، وكيفاش الناس يحميوا الباسيات ديالهم والتليفونات وداك الشيء. وبالليل كنت كنخرج كنبقى نتبع دوك الرموكات اللي تيخرجوا اللي هازين السلعه ديال الوالده كانت كتسولني، وانا كنت كنبارطاجي معها غير شي حوايج اللي خفاف. ما تنقولش لها بلي راني كنتبع الرموكات وكنحضيهم وداك الشيء، ولكن الام راه كتبقى ديما قريبه لولادها وكتحس بهم. ديما كتقول لي يا ولدي الله يرضي عليك، لما بعد من هذا الشيء ما عندك ما دير به، ربي يسترك ولدي الله يرضي عليك، رد بالك. قلت لها الوالده عجباتك الطريقه اللي خلانا بها الوالد؟ انا في بلاصتك وما قدرتش نصبر. الكرامه ديالك خصني نرجعها لك، حيت الوالد كيسحب ليه كرامتك جفاف وبدا كيجفف بيك الارض، وانا ما غاديش ندوز ليه هذا الشيء، غادي نفضح كاع داك الشيء اللي كيديروا. الوالده غير كتشوف وساكته، عارف باللي من عينيها تتقرا فيا داك الهضره ديال زعما ولدي كبار ولا بعقلو ولا تا هو تيفكر زوين. ولا عنده مهمته الله يخليها عليه واللي توفات الله يرحمها. الام في الدنيا راه ماشي شي حاجه اللي عاديه، تقدر تكون كتشوفها كل نهار وتجيك زعما عادي عايشه حداك وكذا، ولكن النهار غادي تفقدها والله يحفظهم كاملين، غادي تحس بالقيمه ديالها. غادي تولي مثلا تكون غير راجع من المدرسه ولا الخدمه وتدخل للدار تعيط للوالده وما تلقاهاش. شفتي على احساس كيفاش داير؟ انت غير سمعتيها دابا وغادي تكون تهزيتي من بلاصتك. تهلاو في والديكم، راه ما كيدوموا لكم غير همايا. واحد الصباح كنت مشيت لحي المرس، ويبان لي واحد خونا كبير مقدر كان كيدور قريب من الشركه ديال الوالد، وبان لي خونا ماشي من داك الناس اللي عاديين. وانا اصلا ما بغيتش نبالغ في المشهد وصافي، ولكن من بعد ما بقى كيتعاود البلان المره الاولى والثانيه والثالثه ولا تيبان لي داك خاينه بزاف تما، بدا تيبان لي بانه كاين شي واحد بحال لا تيحاول يراقبني، بحال الوالد ولا حاط داك خاينه باش يحضيني واش كنجي نطل عليه في الشركه ولا الله اعلم. شويه وليت كنشوف شي طوموبيلات كيدوزو من حدا الدار فين ساكن انا والوالده، ما تنعرفهمش، وهذوك الطوموبيلات راه ما كيدوزوش غير مره واحده وتيمشيو، ولكن راه دازو المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. كيفاش غتقول لي بانه هذوك راه ساكنين تما قرابين مثلا وانا عارف الناس ديال داك الدرب كاملين؟ وعلاش كيدوزو من نفس الوقيته ومن نفس البلاصه؟ راه ملي دخلت لهذا الشيء ديال عالم الاختراق وليت كنرد التفاصيل الصغيره البال. شويه بشويه من بعد ما بدا كيتعاود هذا الشيء بزاف وليت كنحس بالضغط جاي من الوالد، ولكن كل دليل كنت كنجيبو كيزيد يخليني نحس بالقوه ديالي بانني غادي نقدر نطيح الوالد في اي وقيته. لقيت واحد الروسي ديال واحد الشارج كان مكتوب فيها واحد الوصف اللي ما مفهومش صراحه. واحد المره لقيت عاوتاني واحد الورقه اللي فيها سميات ديال شركات في مدن بعيده بحال الناظور بحال مثلا وجده وداك الشيء، وهذا الشيء خلاني نفكر مع راسي واش الوالد زعما كيدير الشركه ديالو باش يتاجر في شي ممنوعات على البحر ولا كيفاش؟
وزعما كيستعمل الحسابات هادو باش يغسل الفلوس، يدير تبييض الاموال زعما. ما كنت الصراحه قادر نعرف التفاصيل مزيان، من غير انني كنت كنتبع داك الاثار وداك التخربيق باش نوصل لواحد الدليل اللي يكون باين وواضح. ومن بعد هادشي كامل غادي نديه للناس اللي قادرين يخدموا القانون. واللي زاد بدا كيعقد الامور وتيخليني نحس بان الوالد كيقرقب عليا هي النهار فاش كان جا للدار وكنسول الوالده وقال ليها هذا ولدك شتو ولا غير داع فين كيمشي شو مابقاش كيجلس في الدار. واحد النهار تلاقيت انا وياه في الدار وهو يدخل لقاني في الصالون شاد الباسي، قال لي شك انت كتخرج بزاف هاد الايامات، كدوز من حدا الشركه وتيشوفوك العساسه كتبقى تدور في شي بلايص اللي بعادين عليك وما عندك ما دير فيهم. قلت لي الخدمه الوالد هذيك وانت اش دخلك في هادشي كاع؟ انا راه عندي شي خدمه اللي خدامها لراسي وتحكم عليا انني نخرج ونبقى ندي بلاصه، ودابا راه تنعاون الوالده باش تلقى كيفاش تصرف عليا وكيفاش نعيشوا انا وياها. لحت لي الهضره غير من التحت وعيني كنت كنشوف فيهم بحال الا كيقلب على شي حاجه فيا، بحال الا باغي يجبد مني الهضره ولا ما عرفتش باغي يدير، وغالبا بدا تيحس بي بانني تابعو. الشعور اللي كنت كنحس بيه ديك الاوقات خربق شويه، حسيت بان الوقت داك الساعه ولا لعب ضدي انايا، وخصني ضروري نزرب بلا ما ندير شي حاجه اللي تكون متسرعه. قررت باش نعيط على محامي ونوجد الملف بطريقه قانونيه، غادي نقاد انا ويا ديك الدلائل كاملين باش يكونوا مقبولين قدام الجهات المعنيه. المحامي عطاني واحد الخطه، جمع كاع داك الوراق اللي عطيته الوثائق وصور كاع الدلائل، دار نسخه لداك الشيء كامل، ومن بعد قال لي غادي نوجد الملف وغادي نقدم لمصلحه الجرائم الماليه وللشرطه القضائيه باش يتحركوا ويديروا اللازم. من بعد ما وصلت لهاد المرحله هادي بديت تنحس بالامور غادا في واحد الطريق اللي مزيان. القناه ديالي في هذوك الايام بديت كنهملها شويه، وليت كنعيا بكثره السهر والخروج بالليل نبقى نقلب على الدلائل على الوالد. الوالده لاحظت فيا هادشي وهي تقول لي اولدي شو كي ولات حالتك وشحال عييتي، مبارك عليك بارك هادشي راه بزاف عليك، صافي خليه يدبر راسو حنا بغينا نديرو بيه، ياك حنا انا وياك عايشين بخير وعلى خير. قلت لها الوالده انت عايشه بخير انا كاع ما عايش بخير، هذاك الوالد ولكن ما يديرش لينا هكا، ما يكرفصناش ويشردنا، وهو جاب وحده كتبورد في ذاك الدار اللي انتي ضربتي عليها تماره، اللي الصغر ديالك فنيتيه فيها وضربتي فيها تماره وتقاتلتي وفرشتيها معاه وما خليتي ما درتي معاه فيها. الكرامه ديالك وديالي خصنا نرجعها باي ثمن الوالده. النقطه اللي وصلت لها دابا كانت هي انني عندي الدلائل الماديه اللي متفرقه وعندي واحد الخطه قانونيه ديال بصح، وفي نفس الوقت كنت خايف بزاف من انه تقلب الامور عليا، حيت الوالد يقدر يدير شي حاجه اللي ما نقدرش نتوقعها منه. المحامي اتصل بيا ولقاني بواحد الضابط، من بعد ما شاف الضابط كاع داك التخربيق كامل وقيد الملاحظات ديالو وقيد واحد المحضر، قال لي شنو خصني ندير باش داك الملف خاصو يبقى قانوني وما يتحولش القضيه اللي ضدنا حنايا. هذاك الضابط عنده تجربه في الجرائم وفي هاد الملفات اللي بحال هكا، وداك السيد كان صراحه الله يعمرها دار وعاونني بزاف، قال لي بلي غادي نكون محمي وحتى شي حاجه ما غاديش تقيسني. وملي سولته قلت لي امتى تقدر تبان النتيجه وامتى يقدر يتحاكم، ويقول لي ما نقدرش نقول لك صراحه، ما عرفتش امتى غادي تكون النتيجه بالضبط، ولكن حنا غادي نتبعوا هذا الملف ونديروا واحد التحقيق اولي. نتوما غير ما تقولوش هذا الشيء للناس وما تدخلوا حتى شي واحد اللي ما خصوش كاع يعرف بهذا الشيء. المهم عطاني داك الوعد بالحمايه وبالسريه وكذا، وطلب مني باش نبقى متعاون معاهم ومن ندير شي حاجه اللي تقدر تديني للتهلكه ولا نخاطر براسي ولا بالوالده. رجعت للدار وكنت عيان، ولكن صراحه كنت مرتاح واحد شويه في بالي، حيت كاين واحد الشخص اللي بدا خدام على هذاك الملف وغادي يبقى معاه بشويه بشويه حتى يساليه. الحياه ديالي من هذيك الوقيته بدات كتدور في الروتين ديال القناه والتقلاب. بنهار كنت كنصور داك الحلقات كيف ديما، كيفاش الناس يبروتيجيو الحسابات ديالهم وداك الشيء، وبالليل عاوتاني كنت كنصور فيديوهات اخرين اللي تنبقى نعطي فيهم نصائح للناس. هذاك الشيء كنت كنجمعو ما كنلوحوش في سيمانه واحده، لا كنت كنقسم، نقدر ندير غير سيمانه واحده فيها فيديو واحد ولا جوج كل مره وشنا هو. دازو الايام ولا كيبان لي الوالد كيتصرف بواحد الطريقه في شي اشكال بحال الا راد البال، بدا كيسول الوالده على المصروف ديالها وشي اسئله اللي ما عندها حتى شي سبب علاش يسولها كاع، وحتى الهضره ديالو كانت في شي شكل.
عيني فاش كان كيجي للدار وكيجلس معانا داك الساعه د المكانه وكيمشي تيجيوني فيهم الدغل. داك الطوموبيلات اللي كانوا كيدوزو من حدا الدار واحد الوقيته عاودوا كيرجعوا عاوتاني يدوزو. والضابط فكرت بانه قال لي الا شفتي شي حاجه غريبه ما تتصرفش بوحدك، غير عيط ليا وقول لي شنو كاين وحنا غادي ناخذوا التدابير ديالنا. واحد المره كنت عطيت النمره التليفون ديالي لواحد العساس خدام في لاتولي ديال الوالد، هذيك اللي تتحط فيها السلعه وكذا. هو اصلا ما كيتحاملش هو الوالد، خدام تما غير حيتاش هز والديه وصافي. من بعد ما قلت لي بانه راه الوالد طلق الوالدها واشنو كاين ولا تا هو باغي يعاونني، عيط لي هو يقول لي راه جاو شي رموكات دخلوا السلعه وراه ماشي كاملين كاينين في الفاكتورات اللي خديتهم وقيدتهم. عطاني السميات ديال الشيافر ديال الرموكات وعطاني حتى الارقام ديال الفاكتورات وكل شيء. هادشي صراحه ما خصوش يخرج، ولكن هو عاونني فيه. اول حاجه درتها هي عيطت على المحامي ونسقت انا وياه باش نعطيه داكشي اللي عطاني داك العساس، والمحامي نسق مع الضابط وعطاه داكشي كامل وداروا على واحد الخطه باش يتبعوا داك الخطوط الماليه ويعرفوا منين كتدخل الفلوس. هاد الخطه ما غاداش تبان لهم هما، ولكن ضروري غادي يعرفوا النتيجه ديالها. الوالده بقات ساكته مسكينه وغير كتشوف فيا، كل مره كتقول لي الله يرضي عليك ولدي بعد من هادشي، ولكن انا ما نقدرش. كانت كتبكي بعض المرات في الصباح بلا سبب، وبعض المرات كتضحك غير باش ما تخلينيش نحس بالستريس وسط من الدار. وكنت انا كنزيد نتعمق في المجال ديال الاختراق، حيت بالنسبه لي مازال ما وصلتش لذاك النيفو اللي كنت انايا باغي نوصل ليه. القناه ما بقاتش غير قناه ديال النصائح وديال الفيديوهات اللي غادا تنفع الناس، ولكن ولاو الناس يتصلوا بيا في النمره اللي كنت حاط لهم وكيعاودوا لي قصص ديال السرقات والحسابات اللي تخترقوا وداكشي والبلانات اللي طراو لهم بحال هكا. وانا كنت كنعاود هاد الشيء في فيديو اللي كيدوم ما بين 8 حتى 10 دقائق وكنلوحو حتى هو في القناه باش هكا الناس كيستافدوا كاملين تقريبا. هاد الشيء صراحه خلاني عاوتاني نحس بالمسؤوليه اكثر، وليت حاس بانه عندي متابعين اللي تا هما كيسمعوا ليا وعارفين بالقيمه ديالي في حياتهم. شي ايامات وليت كنحس بالوالد بحال الا كيجي يضغط علينا في الدار. تخيلوا معايا بعض الاوقات كان كيجينا حتى 12 الوحده ديال الليل وكان كيتعصب وكيبدا يغوت في الدار وكيمشي. الجيران ولاو سايقين لينا الخبر وانا مبقيتش حامل داك الحاله. ياك ما بديت يحس بالصاد كيوصلوا، ياك ما بداو كيديروا معاه التحقيقات، وغالبا هادشي هو اللي غادي يكون حيت هو اللي دار ليا في راسي. الحاجه اللي مطمئناني هي ان داك الضابط قال لي ما عندك مناش تخاف حتى شي حاجه ما غاداش اذيك، ولا وقعت لك اي حاجه راه غادي نعرفوا غير هو، وداك الساعه غادي نجيو نديوي تحاسب مع طلوعو. هكا ارتحيت شويه ورجعت عاوتاني نتعلم الانظمه وكنقراهم وكنعرف كيفاش نخترق وشنو الفرق ما بين الامن والاختراق وكذا. وبديت كنقرا اللغات اللي كتعاون في البرمجه العامه، كنت كنتفرج في دروس بزاف، كنت كنقرا على اساسيات الشبكات بطريقه اللي سهله. كنت صراحه كنخسر شويه ديال الفلوس في داك الشيء من داك الشيء اللي كنت كندخله من القناه، وكنت كنخصص الوقت ديالي بالليل بالضبط تقريبا ما بين 8 حتى 11 ديال الليل حتى 12 كاع، وبعد المرات كنبقى سهران حتى الصباح وانا غير كنتعلم. المهم الناس ديال الدرب ملي عرفوني وليت كنخدم هذا الشيء ديال الانترنت مزيان ولاو تيجيو عندي الجيران والناس اللي في الدرب ديالنا. اخويا نسيت واحد المود باس، خويا نسيت الايميل ديالي، خويا تشفرات لي واحد الباج، خويا كدا هادي عندي مشكل في واتساب. الناس كانوا كيجيو عندي بزاف وكنت كنحل لهم المشاكل. كاين اللي تيفهم راسو تعطيك شي حاجه، الا عطاك كاع تيفوتش لك 50 درهم، نورمالمون تدير ليه خدمه اللي كتسوى الفلوس. كاين اللي ما تيفهمش راسو ما يعطيك والو، كل واحد وكيفاش داير الكاركتير ديالو. المهم كنت انايا كنعاونهم وصافي. البيسي اللي كنت جمعته وقاديته وبديت خدام به كان خصني ضروري نزيد نابغريديه باش يولي عطيني واحد البيرفورمانس مزيانه، يولي مجهد. وبديت كنطلع عليه في البياس ديالو، مره ناخذ هادي مره هادي حتى زدت ليه في البياس ديالو ولا ناضي. وليت كنخدم بسوايع اكثر من الاول، وليت مرتاح في البيسي والطريقه اللي تنخدم به. دخلت لشي جروبات في تيليجرام وفي الواتساب وفي الفيسبوك اللي مجموعين فيهم بزاف ديال الهاكرز وبزاف ديال الناس اللي كيهمهم هادشي ديال الامن المعلوماتي والتخربيق. جاوني بزاف ديال عروض على خدمات اللي مشبوهه، والصراحه هادشي خلاني نحس بانني تحطيت واحد الاختبار ديال الاخلاق. كان بامكاني داك العروض ندير بهم الفلوس ونتشهر بهم ونوصل لشي حوايج اللي ما كنتش كنتسنى شي نهار نوصل ليهم، ولكن هادشي فيه مخاطر قانونيه واخلاقيه. بطبيعه الحال رفضت.
كنت ديما كنقول لهم في القناه ديالي باللي هادشي راه كيجيني وباللي ما نقدرش نديرو. واصلا القناه ديالي ديال التوعيه، يعني ما يمكنش انايا كنصح بنادم يكون مزيان وانايا نولي خايب. هذه معادله عمرها ما غادا تتلاقى. القناه ديالي كبرات ولا عندي اكثر من 60,000 مشترك. المشاهدات ملي كنحط فيديو في 24 ساعه كيضرب لي 10,000 15,000. عارف بان هذا العدد مقارنه بالمتابعين كتير، ولكن شنو غادي دير؟ الناس هذا هو حالهم، كيبغي غير يتفرج فيك ولا يسمع ليك ولا يشوف داكشي اللي تدير، ما يدير لك لا لايك لا ابوني لا كومونتير لا حتى شي حاجه. والمشكل هو انه ما كيخلص عليهم والو عباد الله. ما كتخسر حتى شي حاجه من جيبك، ما كتخسر حتى دقيقه من وقتك. 30 ثانيه الا كثرتي تقدر دير فيها اشتراك، تقدر دير فيها تعليق، وتقدر دير فيها لايك. شي حاجه اللي سهله بزاف. علاش كتعقدوا الامور الخوت؟ وعلى ديك القناه ديال اليوتيوب، واحد النهار كنت سهرت بالليل بزاف وتقريبا اكثر من 13 ساعه وانا جالس قدام البيسي كنتعلم. القناه ديالي خليتها محلوله وسديت البيسي طفيتو. الغد لي ملي كنفيق كنتصدم من داكشي اللي لقيت. فقدت داك النهار على الصونيط بزاف في التليفون، الصونيط ديال النوتيفيكاسيون. حليت عيني غير بزاف وكنت عيان بالناس باغي نعاود الناس. زيد التليفون بحال هكا تنشوف هذوك النوتيفيكاسيون بانوا لي غير ديال القناه وشي ميساجات، وجي عيني على واحد الميل اللي صدمني، مكتوبه واحد السميه فيه غريبه. كليكيت دخلت نشوف وهي تبان ليا مكتوبه القناه ديالك تخترقات، مكتوبه بلونجلي. القلب ديالي سكت. مشيت كنجري جبت لابليكاسيون ديال اليوتيوب، وفعلا لقيت باللي القناه خرجات من عندي من التليفون. حاولت ندخل باش نعاود ندير لها الاسترجاع زعما عندي باش نبدل لها المود باس وداك الشيء، ولقيتهم بدلوا لها نمره التليفون والادريس ايميل اللي دايرها باش نرجعها وكل شيء، يعني ما بقاش عندي الحق باش نعاود نرجعها. هنا شدتني السخفه. دخلت للقناه نشوف وبانوا لي الفيديوهات الاخرين تبدلوا لهم العناوين ديالهم، والمينياتور حتى هي تبدلات، ودايرين في هذاك قناه مخترقه تخربيق بحال هكا. صراحه في الاول فاش شفت هذا الشيء صافي عينين ديالي ولاو تيشوفوا غير الضبابه. جلست على الكرسي وحليت الشرجم وبديت كنشم الهواء. تخنقت بزاف. هو حتى كيفاش كان اللي كنت كنحط فيديوهات ديال الحمايه وكذا، كنت كنسهر باش نقدم محتوى زوين وكنعلم الناس وكنعطيهم النصائح. في الاخر لقيت المستوى ديالي ضعيف في الحمايه. ويجيني واحد الفكره من بعد ما عرفت بانه بنادم هربان عليا في الحمايه، كان خصني ضروري نطلع النيفو ديالي شويه. القناه اللي مشات ليا الصراحه ما حسيتش بشي خيبه من بعد، ولكن غادي يمشي ليا واحد المصدر ديال الربح اللي كنت كنجيب منه فلوس، ودابا غادي نضطر باش نولي نقول للوالده تعطيني وانا ما قادرش. من بعد ما حسيت براسي ناقص بزاف في الحمايه، قلت مع راسي ضروري خصني نزيد نقرا في هذا الشيء، ما خصنيش نعول على داك الشيء اللي تعلمت ليه. القناه فاش مشات ما خلاتنيش نحس بالضعف ونخاف وما عرفت شنو، ما نزلتش عليا واحد الطاقه سلبيه، بالعكس كانت بحال شي تصرفيقه اللي فيقاتني. نط من الكرسي ومشيت عند الوالده، لقيتها موجده ليا الفطور. يلا كانت غتسخن ليا القهوه وقلت لها صافي بلاش، شربتها بارده. رجعت للبيسي ديالي وسديت عليها وبديت كنراجع في هذوك الفيديوهات اللي بقاو عندي فيه وكنت كنسجلهم، وبديت كنقلب في القناه مزيان، ولكن ما لقيتش شي حاجه كتوضح علاش داروا لي هاد الهجمه وداو لي القناه ديالي. من داك النهار وليت كنقسم النهار ديالي. الصباح كنحاول نرجع القناه، كندير كاع المحاولات اللي تنقدر عليهم، كنكونتاكتي السيبور ديال اليوتيوب وكل شيء. في العشيه ولا بالليل كنبدا نقرا على الحمايه اكثر، كنقلب على المعلومه اللي غادي تخليني نفهم فين كاين الخلل وكيفاش الواحد يحمي الحساب ديالو مزيان من كاع الثغرات، وفين كيوقع النقص، وعلاش وحدين اللي قدروا يخترقوا مثلا القناه ديالي اللي كنت داير لها واحد المستوى ديال الحمايه طالع بسهوله، ما تعطلوش فيها بزاف دغيا طيحوها. دخلت بزاف ديال الجروبات اللي كيعلموا هادشي في التليجرام، ماشي باش نتعلم كيفاش نخترق عباد الله ولا نبدا انايا نشرح عاوتاني في فيديوهات جداد، لا، باش نزيد نقوي الحمايه ديالي اكثر، وباش نعرف كيفاش نجاوب هادو اللي يهجموا لي على القناه. في الجروبات كانوا شي دروس وكانوا نقاشات، وكانوا حتى شي دروس اللي مشفرينهم ودايرينهم بالفلوس الا بغيتيهم. كانوا بزاف ديال الناس كيعطيو نصائح وكيبيعوا دورات باش تتعلم، وكانوا ناس اخرين كيشاركوا التجارب ديالهم. انا كنت كنتعلم،
كنت كنتعلم شنو هما المفاهيم العامه بحال الخطر ديال كلمه السر اللي ضعيفه ولا الحمايه ذات الطبقات، بلا ما ندخل في شرح تقني اللي يقدر يضرني. مع الوقت بديت كنتعلم شويه بشويه، ولات عندي قدره انني نفهم الحوايج اللي كانوا كيهدوا القناه ديالي، وبديت كنتعلم شويه بشويه كيفاش نرجع القناه. ومن بعد بزاف ديال المحاولات، هذوك اللي اخترقوا القناه ديالي كانوا طالبين مني $1000 اللي هي مليون مغربيه. صدقت مرجعها فابور، غير بداك التعلام اللي تعلمته في الجروبات ديال التليجرام، وبداك الخبره اللي عندي في راسي والفهم اللي كنفهم. الحمد لله من بعد ما رجعت القناه لقيت فيديوهات مليوحين فيها كانوا بحال الا كيتوشيو هذوك المتابعين ديالي، ونقصوا عندي المتابعين بزاف. ولكن بديت بشويه بشويه كنعاود نبارطاجي فيديوهات، وبديت كنعاود نكسب الثقه ديال عباد الله، والناس تفهموا الوضع اللي تحطيت فيه وبداو كيشجعوا فيا باش نعاود نبدا من جديد. الروح ديالهم عطاتني واحد الدفعه جديده باش نزيد نغرق في هذا المجال مزيان. ولكن هاد التغراق بطبيعه الحال كان بالحدود ديالو، ما خصني نضر حتى شي واحد، وحتى شي واحد ما نعطيه شي طريقه يطيح بها واحد اخر. مع هاد الفضول والتعلم تعرفت على ناس في تليجرام عندهم خبره تقنيه كبيره، كانوا مقسمين، وحدين اللي كيعلموا وحدين كيناقشوا امور قانونيه ووحدين اخرين. وهاد الاخرين كانوا العروض ديالهم فيهم بزاف ديال المخاطر. انا بديت كنشارك في المجموعات التعليميه، كنسولهم والناس كيردوا عليا وكيجاوبوني، وحتى انا كنعاون بديك الخبره اللي عندي وكنعاون في داكشي اللي قدرت عليه، وبطبيعه الحال ما فيهش شي خطر. ولكن مع الوقت بداو كيقربوا مني شي ناس اللي كيعطوني شي عروض في شي شكل: خدم معانا غادي نعطوك الفلوس، دير هاد الخدمه، دير كذا. وبصح ملي خدمت معاهم الفلوس دخلوا، وما نكذبش عليكم هذاك الاحساس اللي كيجي من بعد ما كتدخل فلوس وكتقدر تشري شي حاجه لوالديك ولا تجمع الفلوس باش مثلا تزيد في البيسي ديالك وكذا، تعطيك واحد الراحه واعره. تما دخلت في واحد المرحله جديده، وليت كنخدم في شي مجموعات اللي كبيره في تليجرام. الخدمه كانت منظمه، طلبات، العروض، طرق ديال التعاون. وانا ما دخلتش مباشره في شي حوايج اللي فيها ضرر كبير، بالعكس كنت كنخدم في حوايج اللي كيجيبوا لي الفلوس، وفي نفس الوقت ما نضر الناس بزاف من اديهم. ولكن هاد الحدود راه ما كانوش واضحين ديما. ما دازش بزاف ديال الوقت حتى بداو كيجيوني شي مشاكل، تهديدات في المساجات وشي نوامر مجهوله كيقولوا لي ما تحاولش تلعب معنا. وحتى واحد المره كنت لقيت واحد التعليق على الصفحه ديال القناه ديالي، كانت مكتوبه فيه شي هضره اللي مستفزه. بديت كنخاف بزاف، واش غادي ندخل زعما في شي حاله اللي ديال القانون وكذا؟ واش غيجيو عندي البوليس للدار، غيجيبوا لي المشاكل؟ تما بديت كنحس بالضغط بزاف. بديت كناخذ الاحتياطات ديالي وبدلت المود باسات كاملين. كانت هذيك القضيه ديال الفيريفي شحال هادي ما كتخلصش على الفلوس باش تاخذها، ولكن خاصك تكونتاكتي السيبور ودير روينه كحله. والحمد لله وصلت ليها، وحطيت واحد الطبقات ديال الحمايه اكثر على الحسابات ديالي كاملين. خدمه مع الجروبات ديال تليجرام عطاتني شي مهارات اللي جداد وما كنتش كنعرفهم، بلا ما نزيد نغرق في التفاصيل اللي يقدر الواحد يتعلم بهم كيفاش يضر الاخر. تعلمت كيفاش نخدم مع عباد الله، كيفاش ننسق الامور، كيفاش نحدد الاثمنه ديال الخدمه، وكيفاش نقاد الوقت ديالي ونحمي الهويه ديالي في العالم الرقمي. باش نكون صريح، الحقيقه اللي ما يقدر يبدل حتى شي واحد، الفلوس بالنسبه لي ديك الساعه ولات واحد الوسيله باش نعيش مزيان، نعاون الوالده ونجيب بزاف ديال الحوايج للدار اللي كنت محتاجهم شحال هادي. ولكن كل حاجه كتخليك مرتاح ضروري ما تكون تابعها شي حاجه اللي كتبرزطك في حياتك. واحد النهار وصلني ميساج من نمره مجهوله، قال لي احنا راه عارفينك شنو كدير، يا اما غادي تحبس ولا غادي يجيوك شي عواقب خايبين. هذا الميساج هذا راه كان تهديد باين. ما حاولتش نتعمق فيه بزاف، ولكن دويت مع شي ناس في الجروبات باش ناخذ نصائح قانونيه من عندهم، ومشيت عند واحد المحامي في طنجة باش نتناقش انا وياه على هذه القضيه، بلا ما نبين ليه بانني تندير داكشي ديال الاختراق وكذا. والمحامي حس بيا ونصحني باش نبقى بعيد على اي خدمه اللي خايبه، ونخلي الامور القانونيه للناس اللي هما مختصين في داكشي. الدخول لهذا العالم ديال الاختراق وهاد الحمايه وهذا الشيء خلاني نكبر بالزربه اكثر من داكشي اللي كنت كنفكر فيه. وليت واحد الانسان اللي كان الحضور ديالي ضروري في شي جروبات تما في تليجرام وكيعرفوني. كنت مسمي راسي البلاك اكس،
وليت كنقدر نربح شويه ديال الفلوس وكنت كنستوكي داكشي عندي في الدار. ولكن الحاجه اللي متاكد منها مزيان هي انه هذا الشيء يقدر يديني لواحد الطريق اللي خايبه شويه. كل ما تعمقت اكثر في هذا المجال ديال الاختراق كل ما كيبانوا ليا الحواجز ما بين الخير والشر ضعيفه. بداو الايام ديالي كيرجعوا كيف كانوا عاوتاني. كنصور في الصباح شي حلقه قصيره، كنبدا ندير لها المونتاج باش نلوحها بالليل في الوقيته اللي كيكونوا المتابعين يعني كيدخلوا اليوتيوب وداك الشيء. كنبدا نجاوب على الكومونتيرات وكنقرا الميساجات اللي كيوصلوني يا اما في الميل يا اما في الانستغرام. وفي العشيه ملي كنطلق النوتيفيكاسيون ديال التليجرام باش نبدا نجاوب الناس وداك الشيء كيبداو يتفرقوا عليا لي نوتيفيكاسيون ميساج ورا ميساج، وكيوصلوني حتى التهديدات من عند بزاف ديال الناس. بعض المرات كيوصلوني مكالمات ما طالعينش فيهم النوامر ديالهم وانا ما عرفتش كيفاش كيجيبوا النمره ديالي. حسيت براسي بحال الا واقف في واحد القنطره تقدر في اي وقيته طيح وسط من البحر وما نقدرش نخرج منها. الفلوس اللي كنت دخلتهم بالنسبه لي كان واحد الحل مؤقت لكل شيء. درت شي اصلاحات بسيطه على الدار، شريت للوالده شي حوايج اللي كانت محتاجاهم، وخليت شويه ديال الفلوس باش نزيد نطلع من البيسي ديالي، وشريت شي اكسسوارات. فين ما كنحل البلاكار وكيبانوا لي الفلوس كنقول الحمد لله على هذا الرزق اللي بدا كيدخل. كنشوف في العينين ديال الوالده كنلقاها هي فرحانه. والصراحه واخا وكاك تنحس بواحد التناقض، الفلوس ما تندخلهمش غير من القناه وصافي، حيت الارباح ديال القناه كانوا ضعاف، كندخلهم من داكشي ديال الاختراق. ما كنديرش داكشي كيف ما قلت لكم باش نضر الواحد، ولكن باش نرجع لشي واحد حقه. وهذا الشيء انا كنعتبره الصراحه اختراق اللي عادي، ماشي شي اختراق اللي اسود. فواحد النهار جاني واحد العرض من واحد الجروب اللي كبير، خدمه اللي مهمه بزاف. وهاد الخدمه هذه فيها واحد العمليه اللي كتطلب مهارات زايدين شويه نغزه، والثمن ديالها كان صراحه مزيان بزاف. المجموعه تهضروا على هاد المهمه كمهمه تنظيميه، وكاع اللي كاينين في الجروب عرفوني بانني انا اللي غادي نتكلف بها. والناس اللي عطاوني هاد العرض ما عطاونيش تفاصيل قدام عباد الله. وقلت مع راسي واش غتقدر على هاد المهمه ولا لا. الصراحه الفكره في الاول ما عجبتنيش، حيت كنت خايف انه نفشل فيها، ولكن الفلوس اللي كانوا غادي يعطيو كانوا تيغروا بزاف، حيت نقدر ندير بهم شلا حوايج تابعيني. قررت ناخذ شويه ديال الوقت باش نفكر. هاد الوقت كنت كنمشي فيه للبحر باش نبقى نفكر، كنجلس في شي بلايص اللي بعادين على عباد الله، كنبقى نفكر ونحسب. واخا ما بقاش الوقت بزاف، وكنت كنحس بقلبي بحال الا تيقول لي زعما حاول تبقى بعيد على هادشي باش ما تطيحش في شي كارثه اللي تقدر تخرج بها على راسك وعلى الوالده ديالك حتى هي اللي تولي تابعك في الحباسات. رجعت للتليجرام وقلت اجي نبدا نشوف داك التفاصيل ديال داك المهم اكثر، شنو هو اللي مطلوب بالضبط. والجواب كان بسيط، خصني نعاون في واحد الحمله تنظيميه، وكانوا كاتبين تحت منها ما تخافش راك غادي تربح بلا ما تضر راسك ولا تضر شي واحد. المصطلحات في هذيك المهمه كانوا غامضين شويه، ولكن النيه ديالهم راه باينه. بدا كيدوي لي واحد الصوت في راسي وكيقول لي هاد المهمه راه فيها الفلوس، تقدر تعاون بهم راسك وماماك وتغطي بزاف ديال الحوايج اخرين. واحد الراس اخر تيقول لي راه الا دخلتي لهاد الشيء ما غاديش تقدر تعرف شنو كاين وسط منه ويقدر يكون خطير عليك. هنا قررت باش ناخذ الراي ديال واحد صاحبي اللي عنده تجربه في هاد الشيء. سولته وقلت لي واش هاد الشيء ما فيه شي ضرر ولا شي خطر عليا. جاوبني وهو يقول لي شوف، الا كان كيبان لك فيه ضرر للناس ما تخدمش. انا ما عارف الصراحه بالضبط شنو، ولا كان غير خدمه تقنيه يعني ما كتضرش بها وحدين اخرين اللي ما دايرين والو، خاصك تفكر عشيري. انا ما بقيتش باغي نعطي الجواب ديالي النهائي خوتنا. قررت باش نراجع مزيان هادشي اللي غادي نغمس فيه ونشوف شنو غادي نقدر ندير بلا ما نوصل لشي مشاكل. في الايام اللي من بعد وليت كنخدم بالدوبل، ديما كنصور فيديوهات الصباح وكنلوحهم في القناه بالليل، كنبدا نبارطاجي مع الناس نصائح وداكشي في ستوريات ديال الانستغرام. وفي نفس الوقت كنت كندخل الميل ديالي وكنشوف الناس اللي كيعطيوني الطلبات ديالهم، بحال مثلا اللي بغى يرجع شي كونط ولا بغى يرجع شي حساب ديالو ولا شي حاجه هكا. كنتفاهم معاهم على الثمن وكنبدا خدام معاهم. حتى لواحد النهار هو يوصلني واحد الميساج فيه واحد التهديد اللي ما كنتش معول عليه. هزيت التليفون بحال هكا كنقرا في هذاك الميساج، كتبين لي راك معروف وبلا ما تحاول دير شي حاجه ماشي تلهي. قهوه المرجان نهار السبت مع 4 ديال العشيه، حنا جايين باش نهضروا.
قلبي داك الساعه بدا تيضرب بواحد الطريقه اللي ماشي عاديه. انا يلا بديت كنشري الثقه من عند الناس عاوتاني، وبديت تنتعارف مع ناس اخرين في مجموعات ديال تيليجرام وداك الشيء. ولكن هادشي الصراحه هاد الميساج ما غاديش يخليني نخاف، بالعكس عاد باش زاد ربى فيا واحد الثقه في النفس. نهار السبت مشيت بكري للقهوه قبل من داك الوقيته اللي داروا معايا فيها. قهوه المرجان جات في واحد الزنقه اللي مهجوره شويه تما في طنجه، بلاصه معروفه كيتلاقاو فيها الناس بزاف اللي ما كيبغيوش زعما يشوفوهم الناس وداك الشيء، بعيد على العينين ديال بنادم. جلست في الطابلو وشربت اتاي وبقيت كنشوف في الباب. شويه كيدخل واحد الراجل متوسط في العمر، لابس الجاكيطه كري وهز النظاظر على عينيه، بدا كيدور في راسو. دخل هو يجلس حدايا نيشان بلا ما يسولني بلا والو. قال لي يا وليد. قلت لي هو انا. قال لي سميتي مروان، انا من الناس ديال المجموعه الفلانيه. خونا بدا الهضره بحال الا داير معايا شي اونتروتيان في شي شركه، وهضرته اصلا ما كانش واضحه مزيان. الطريقه ديال الهضره ديالو من بعد ما جاو شي وحدين اخرين حتى هما جلسوا، عطاوني واحد الانطباع عليهم بانهم خوتنا ماشي شي وحدين اللي هوات في هذا الشيء. بداو كيسولوني على الخدمه ديالي، على القناه، على القدرات التقنيه اللي عندي وكل شيء، وانا كنت كنحاول نجاوب بلا ما نزيد في فخرات وداك الشيء. مروان بدا كيشوف فيه ويقول لي المهم عندنا واحد الخدمه نقيه وباينه وواضحه، بغينا واحد اللي يخدم تقني معانا وغادي نخلصوك مزيان، ما غادي يكونوا لا مشاكل قانونيه لا والو. الكلمه اللي شدتني في هاد الهضره كامله هي ديك قانونيه، حيت انا الصراحه كنت باغي مصداقيه وباغي شي حاجه اللي تحميني. شكون قال غدا ولا بعدو نولي غادي للحبس نضيع الوالده فيا انا مسكينه؟ قلت لي شنو هو النوع ديال هاد الخدمه بالضبط؟ قال لي الخدمه ديال التنسيق ومراقبه البيانات، راه ما فيها حتى شي اختراق اللي غير قانوني، والخدمه اللي بغيناها منك تكون منظمه ونقيه. صراحه خونا فاش قال لي بحال هكا ما بغيتش نغلط معاه، وفي نفس الوقت حسيت باللي الهضره ديالو فيها شي حاجه ماشي هي هذيك. خديت وقيته مع راسي وقلت خليني تنسمع منهم مزيان الهضره ونشوف شنو كاين، وما يحطوا لي شي وراق فيهم كونطرا مكتوبه، وهذيك الكونطرا ما فيهاش شي تفاصيل تقنيه كثيره غير الشروط ديال التعاقد داكشي اللي غادي نخدم به. والصراحه كاول مشروع غادي نخدموا معاهم عطاوني واحد المبلغ اللي مزيان. هاد المره هذاك العرض اللي عطاوني ما كانش غامض بزاف، ولكن كنت كنشم الريحه ديال الخطر مازال تدور بيا. خديت النمره ديال واحد منهم وغادي للدار وتنفكر. بالليل صراحه كاع ما نعست مزيان، فكرت في الوالده، في القناه ديالي اللي يلا بديت كنحياها عاوتاني، في الوضع ديالنا من بعد ما الوالد تشد في الحبس. صراحه واخا كان متخلي علينا وداكشي، ولكن بدينا تنحسوا بالنقص من جهته. واخا هو كان بعيد علينا، ولكن راه ملي كيكون واحد الانسان يعني كبرتي معاه وداكشي، ملي تسمعوا بانه تشد في الحبس ضروري ما تيبقى فيك الحال، واخا تكون بعدتي عليه واحد السنين. هي الصراحه الفلوس كيبدلوا بزاف ديال البلانات، داكشي علاش الغد لي في الصباح قررت باش نزيد بخطوه للقدام. مشيت عند واحد المحامي اللي كنت كندوي معاه من قبل وطلبت الراي ديالو، وريته داك الكونطرا وسولته مزيان، ويقول لي الجمله اللي خاصك ترد مع البال مزيان هي هذيك اللي قالوا لك ديال التعاقد ما فيهش خرق غير قانوني. شوف واش بصح هاد الجمله ما فيهاش شي فخ ولا لا. المحامي عطاني نصائح قانونيه عامه وقال لي عندك تمشي دير شي حاجه بلا ما تاخذ كوبي على كل شيء، وضروري تستشر معايا في اي خطوه غادي ديرها. وبديت الخدمه غير بالعقل. البروجي الاول اللي بديت خدام عليه كان المراقبه والفحص ديال واحد الواجهات اللي عامه، وكننسق بين التقارير. صراحه هادشي راه ما فيهش شي خروقات اللي باينه. عطاوني الخدمه ديالي كل نهار وكنت كنجيب لهم النتيجه المزيانه اللي تتعجبهم. الفلوس ولات كتدخل وبديت كنحس بواحد الراحه. الوالده مشيت شريت لها شي حوايج جداد، زدت طلعت في البيرفورمانس ديال البيسي ديالي باش نولي نزيد نخدم به اكثر ويعطيني اداء مزيان، ودرت شويه ديال الفلوس في داك اللعيبه اللي تنخبي فيها الفلوس ديالي في البلاكار. مع الوقت بداو كيجيوني بروجيات اخرين، كل بروجي كيكون معقد على اللي قبل منه. تنسيق ديال البيانات، نجمعوا المعلومات، كنراقبوا الحسابات العامه، التنظيم، اللوجيستيك، والخدمه كانت منظمه مزيان. الجروبات ديال تيليجرام والقنوات الخاصه والناس كيتقاسموا في الخدمه، هادشي كامل كان تيخليني نحس براسي غادي في واحد العالم ديال الاختراق وداكشي اللي زوين.
وليت كنتعامل مع ناس من المدن اللي قريبه والبعيده، وليت كنعطي تقارير قصيره ومضبوطه، وليت كنحس براسي واحد الانسان اللي عنده واحد الاضافه في هذا المجتمع. ولكن هذا الهدوء اللي كنت عايشو كاع ما طول بزاف، وانا كنزيد ندخل الفلوس والطلبات كيتزادوا عليها. بعد مرات كانوا كيطلبوا مني باش نسد العينين ديالي ونخليهم يخدموا على طريقتهم، ندير راسي بحالي ما شفت والو، يعني دير داك اللعبه ديال عين ميكا. وبعد مرات كانوا كيطلبوا باش ندير شي حاجه اللي صغيره. كنت كنحس بالاختلاف ما بين خدمه تقنيه وخدمه اللي تقدر توقف فيها المشاكل اللي توقعوا. كنت كنضبط كل مهمه غير بالعقل، ما كنتش باغي ندخل في شي حاجه اللي تضر الناس كيف قلت لكم. ولكن ملي بداو كيدخلوني الفلوس بزاف وليت تنحس بشي حاجه كتبدل فيا، وحتى الوالده لاحظت هذا الشيء. في نفس الوقت كنت كنخبي على داك الخوف اللي كنحس به من جهه هاد المخاطر ديال هاد الخدمه هذه. الوالده ما كنتش كنخبي عليها كل شيء، طبيعه الحال عرفاتني خدام في هاد الدومين وكانت كدوي معايا شحال من مره. كانت كتقول لي يا ولدي حاول تبعد على اي حاجه اللي تقدر تديك للطريق الهلاك، خدم داك الشيء اللي ساهل. كنت كنقول لها الوالده ما تخافيش كل شيء تحت السيطره. ما كنتش كنقول لها بعض المرات باللي كنمشي في واحد الطريق دايره بحال شي خيط رقيق وخصني نشد التوازن باش ما نطيحش للارض. التهديدات من بعد ما حيدوش، كل ما طلعت النيفو ديالي في داك الشيء كل ما الناس اللي تيحسوا بالخطر تبداو يصيفطوا لي شي تهديدات. واحد النهار لقيت واحد الورقه مكتوبه ومحطوطه قدام باب الدار، كاتبين فيها صافي دابا عرفناك مزيان بلا ما تحاول تلعب معنا. ما عجبنيش الحال صراحه، وصلت بهم لدرجه انهم يهدوني قدام باب الدار. كون مشات قراتها الوالده دابا كنا غادي نوليو في سين وجيم وسير واجي. حطيتها تحت الناموسيه وخليت هذيك الورقه عندي وتقدر تجي من بعد الوقيته ديالها باش نقلب على مولاها. وفي هاد الوقيته هادي ركزت على واحد اللعيبه، خاصني نركب شي كاميرا صغيره ما كتبانش قدام باب الدار. درت شي نوامر ديال التليفونات اخرين وليت كنرد البال مزيان في التعاملات ديالي مع البشر. في نفس الوقت وليت كنمشي لشي لقاءات شخصيه باش نتفقوا على البروجيات الكبار. كنمشيو للقهاوي اللي بعادين على البلايص اللي معروفين، كنمشيو للريستورات اللي في جويه اللي كيكونوا بعاد حتى هما، كنديروا شي اجتماعات وكل مره كنشوف شي وجوه اللي جديده. كل واحد فيهم كيعرف كيفاش يهضر بواحد الطريقه اللي تطرك في راسك. واحد المره تعرفت على واحد سميتو سامي، كان هو الوسيط اللي بين المجموعات. كلامه كان منظم ومرتب مزيان، وخونا ملي كتشوفو كتحس بالحضور ديالو. هو يقول لي في واحد الجلسه كنا جالسين مجموعين، وليد راك خدام مزيان بصراحه، بغينا نعطيوك شي مهمات اللي كبار من هادشي اللي انت خدام عليه. ملي تتقول المهمات كبار تتقول الفلوس كتر، ولكن المخاطر حتى هما كتار. وهنا بداو كيقترحوا عليا باش ندير شي خدمات لواحد الكليانات اللي كبار. بزاف منهم ما كنتش كنقدر نتاكد من النيه ديالهم، التردد بدا كيجرني تيقول لي ما تحاولش تزيد اكثر من هادشي اللي انت غادي فيه. ولكن الضغوطات الماديه ديالنا كانت كتجبرني باش نفكر انني نخدم هكا. بعد المرات كنت كنسول راسي واش نكمل ولا نوقف ونبقى غير متبع داكشي ديال القناه في اليوتيوب وصافي. واللي زاد خلاني تعلقت بهذا الشيء اكثر هو فاش كانت كضربني الفيقه بالليل. كنمشي نيشان التليجرام وداك الجروبات وكنبدا ندوي مع الناس. بنادم تيبقى سهران حتى ل5 6 ديال الصباح، كاين اللي ما تينعش، كاين اللي كينعس بالصباح وكيفيق بالليل، كل واحد وكيفاش تيدير. وبنهار كنت كنفيق تنخدم القناه وكنصايب الفيديوهات اللي خدام عليهم. التوازن في الحياه ديالي ولات شي حاجه اللي شبه مستحيله، والسكات ولا ضروره في الحياه ديالي مع الوالده باش ما تعرفش داكشي اللي كنتعمق فيه اكثر واكثر. بعد مرات كنت كنحس بالذنب حيت ما كنتش كنحس بالراحه ملي كنشري لها شي حاجه، حيت كنت عارف الجانب اللي خايب. ومع ذلك داكشي كامل اللي وقع تعلمت منه بزاف ديال الحوايج، كيفاش نخدم تحت من الضغط، كيفاش نمسح الاثار ديالي، كيفاش نسجل اي حاجه باش تبقى عندي الكوبي ديالها، وكيفاش نحمي الهويه ديالي في الشبكات. هاد الحوايج راه بطبيعه الحال علموني كيفاش نكون منظم في الخدمه ديالي وماشي غير داخل جبهه وصافي. واحد المره كنا ملاقين مجموعين، هما يطلبوا مني باش نخدم على واحد البروجي كبير تنسيق لوجيستيكي، وهذا الشيء غادي خصك تخدم ليه على الحمايه المعلوماتيه ديالو مزيان وداك الشيء كامل اللي راكم عارفين كيفاش. هاد التنسيق اللوجيستيكي كانوا دايرينه على قبل باش يهزوا شي حوايج من المرصى. خوتنا كانوا واضحين معايا
وقالوا لي بان المشروع راه فيه فلوس كثيره. عرضوا عليا واحد البارتي مزيان باش نولي مسؤول صغير على نافذه تقنيه. هنا وقفت وبديت كنحس بالضغط كامل على كتافي. الا وافقت غادي نقدر نامن المستقبل ديال الوالده وديالي، ولا رفضت غادي نكون ضيعت واحد الفرصه كبيره. كل خطوه كنت كنحسبها بواحد الدقه. اللي كان واضح ليا من بعد كل شيء هو كل نهار كيدوز كنقرب واحد شويه من شي حد اللي كيكون ما بين الخير والشر. كل قرار صغير كيبان معاه واحد التاثير اللي كبير، وانا بقيت كنحاول نتحكم في الموقف، نحاول نحافظ على القناه ديالي، نعاون الوالده، ونخطط لكل خطوه قبل ما نتهور. دابا اللي واقع انني واقف قدام واحد القرار اللي كبير، يا اما نزيد ندخل في هذا البروجي الكبير ونخاطر، يا اما نوقف ونخلي القناه تبقى مصدر نقي ديال المعيشه البسيطه ديالي. سواء كيزيدوا يقربوا للقرار، والنهار اللي غادي ناخذ فيه القرار راه قريب بزاف. فهاد اللحظه بانت لي واحد الحاجه اللي مهمه. مهما كان الاختيار خاصني نكون واعي ومخطط مزيان وما نخليش الخوف يخلط لي الرؤيه. فاش كنت غارق في التفكير في هذاك القرار الكبير اللي خصني ناخذه، جاني واحد الميساج في الانبوكس من واحد الدريه سميتها ساره. ما كانش شي ميساج اللي فيه طلب ديال شي خدمه عاديه ولا شي حاجه، كان مكتوب بواحد الطريقه اللي بسيطه وزوينه وكتاثر شويه. سلام، انا كنشوف الفيديوهات ديالك بزاف، عافاك واش تقدر تعاوني؟ كاين واحد المشكل في حساب الجمعيه اللي كنخدم معاها وما عرفناش منين نبداو. قريت الميساج المره الاولى والثانيه، البنت ما عطاتنيش بزاف ديال التفاصيل من غير سميتها والصفه ديالها في هذيك الجمعيه اللي خدامه فيها واللي كانت في طنجه. الصراحه داك الطلب بالنسبه لي راه انساني اكثر من اي حاجه اخرى. حسيت بواحد الراحه وواحد الاحساس اللي زوين، بحال واحد الشعره ديال الامل وسط من الخطر. صيفط لها ميساج اوديو في النمره اللي عطاتني، قلت لها مرحبا، وعرضت عليها باش نتلاقاو في شي قهوه اللي قريبه باش نحاول نعرف اكثر في هذاك الموضوع ديالها. النهار اللي تلاقينا فيه لقيتها جالسه بعيد على الصداع ديال البشر، شاده واحد الطويبله لراسها ومكونسونطريا، عينيها تيبينوا بان السيد راه مرتاحه في حياتها. جلسنا وبقينا تندويو وحكينا على القناه وعلى الجمعيه، ما دخلناش في التفاصيل التقنيه بزاف، غير سمعت ليها ملي قالت لي بغاو يحميو الناس اللي خدامين معاهم. صافي بقيت كندوي معاها وكنشرح ليها وكنعاود لها كيفاش غادا دوز البروسيدور. هذيك الملاقيه ديالي مع الدريه خلاتني نحس بواحد الراحه اللي غريبه، وغادي نبدا نتلاقى معاها بزاف من بعد، غير باش نعاون الجمعيه في حوايج اللي بساط. ولكن الوجود ديالها في حياتي ما عرفتش كيفاش غادي نقدر نوصفه لكم. ما بقاش الحياه ديالي فيها غير الفلوس والخوف من هذا الشيء اللي تنعيش فيه وسط من الهاكرز. حياتي دخل فيها واحد الجانب انساني، ومن تما واحد الباب بدا كيتحل ليا في الدماغ ديالي. وهذه كانت البدايه ديال الحضور ديال ساره في حياتي انا. هذاك النهار اللي تعرفت عليها فيه كان واحد النقطه ديال التحول بلا ما نحس، وليت كنفكر بطريقه مختلفه. ساره ما كانتش بحال الناس اللي كنعرفهم في العالم ديال التليجرام، ما كتدويش باللغه ديال الفلوس وداك الصفقات وداك التخربيق، كانت كتدوي غير على الناس، على الحمايه ديالهم، على المسؤوليه، وعلى كيفاش التكنولوجيا تقدر تعاون بدل ما تضر. كانت كتقول لي يا وليد انت راك عارف بزاف ديال الحوايج، ولكن هاد الطريق اللي غادي فيها نتايا راه مغبره بزاف وفيها الوسخ، خاصك صراحه تحيد عليك، نقي راسك من هاد الطريق، وخاصك تبان انسان اللي مزيان. الهضره ديالها ضربتني في القلب، حسيت بحال الا شي واحد شد ليا مرايه وحطها قدامي وكيقول لي شوف راسك فين وصلتي. المهم كنت كندير الخدمه ديالي بنهار وكنرد البال مزيان لنولي واصل لشي حاجه اللي ما كنتش ضارب ليها الحساب. كنت كنخدم مع المجموعات اللي كانوا باغيين نخدم معاهم، ولكن الصراحه واخا كاين الفلوس ما بقيتش مرتاح من ورا الهضره ديال ساره معايا. فين ما كنمشي نجلس معاها كنحس بالفرق بين حياتي اللي كاينه في الظل وحياتي اللي كاينه في الضوء. ساره ما عمرها ما سولتني على الفلوس ديالي ولا شنو كنخدم بالضبط، ما عمرها ما تعمقات معايا بزاف. الحاجه الوحيده اللي كانت كتقول لي هي المهم هو انك تكون بخير وما تمشيش ضيع في هذيك الطريق بحال بزاف ديال الناس. الوالده حتى هي مسكينه ولات كتحس بشي حاجه تبدلات فيها. كنت كنرجع للدار والوجع ديالي خفيف، كنبقى نضحك مع الوالده ونهضروا شويه وكنبقى نعاود لها شي حوايج،
وهي تبدا تقول لي يا ولدي الوجه اللي كنت باغي نشوفه فيك شحال هادي انا وليت كنشوفه دابا. عاودتها لي المره الاولى والثانيه والثالثه حتى قررت انني نعاود لها على ساره. ومن بعد ما دويت معاها وعاودت لها عليها وهي تقول لي يا ولدي والد انا كنتمنى لك اي حاجه فيها الخير، الله يسهل عليك ولدي، الله يدير لك غير اللي فيها الخير وينقي طريقك من الشوك، الله يبعد عليك ولاد الحرام وبنات الحرام. قالت الوالده تدعي معايا مسكينه وانا يا عيني تغرغر بالدموع. الدنيا بصراحه ما كتخليكش مرتاح ديما. الخدمه الاخرى اللي عرضوا عليا في هذاك الجروب اللي كانت كبيره وكان بروجي كبير والمبلغ اللي خيالي صراحه وكل شيء كان منظم بحال شي شركه رسميه، من وراها القلب ديالي كان كيحس بان تابع هذيك الخدمه شي حاجه اللي خايبه. من بعد ما شديت الكونطرا ديال هذاك البروجي وقريتها كامله كلمه بكلمه وجمله بجمله، نفس هذوك الجمل اللي كان دولي عليهم المحامي شحال هادي، داك الخرق الغير قانوني وكذا. ولكن المضمون ديال هذيك الكونطرا كان فيه شي حاجه ما كتدخلش للراس. هذاك البروجي كان على شكل تعاون لوجستيكي في المرسى، الوراق ديالو كانوا مبهمين ما مفهومينش، والاسماء اللي كاينين في الكونطرا ما عمرني ما سمعت بهم. واحد منهم كان من الناس اللي جمعت عليهم معلومات في الملف ديال الوالد. هنا بديت كنفهم البلان، فهمت ان اللعبه رجعات لداك الشيء القديم، التهريب والتبييض، كيبداو يغطيو بشي سميات اللي غابرين. وهذيك الليله كاع ما جاني النعاس، كنخرج لبرا ونبقى نمشي نطلع للسطح ونبقى نشوف في البحر من بعيد، كنسمع داك المواج كيفاش كيخبطوا وكنسول راسي شنو اللي بقى ليا في حياتي طرموكيل، حتى شي حاجه واقيره من غير هذيك القناه اللي بدات كتجيب ليا شويه ديال الفلوس نقيين ما فيهم لا وسخ لا والو. نزيد عليها حتى ساره اللي دخلت لحياتي وبانت لي بحال شي بوله شعلت لي الضوء في حياتي. اهم حاجه هي الوالده رجعات كتضحك، ما بقاتش مسكينه راده ليا البال بزاف من هذا العالم اللي دخلت ليه، ولكن رد الظل ديال هذا العالم باقي تابعني. مع 4 ديال الصباح خديت القرار ورجعت للجروب وكتبت لهم سمحوا لي ما نقدرش نكمل في هذا الشيء. ما جاونيش بزاف ديال الردود، غير كلمه واحده من عند مروان قال لي راجع راسك، الخروج من هذا الشيء كاع ما ساهل. الصباح اللي من بعد جا في شي شكل، دخلت للقناه ولقيت بزاف ديال الكومونتيرات ديال الناس كيشكروني على الحلقات اللي حطيت لهم. ساره لقيتها مصيفطه لي ميساج صغير وكتبان لي راه ماشي كل واحد يقدر تكون عنده الشجاعه باش يبدل الطريق ديالو، برافو عليك. وهذا الميساج بالضبط عطاني واحد الطاقه ما عمرني حسيت بها، وانا نقرر وقلت مع راسي صافي غادي نبدا صفحه جديده، غادي نبدا من جديد. خديت البيسي ومسحت منه كاع داكشي اللي كيربطني بالجروبات ديال التليجرام، كاع داكشي ديال الاختراق وداك التخربيق، بدلت كاع الكونطات ديالي، مسحت لهم الاثار، سديت كاع البيبان اللي كيربطوني بداك الجهه المظلمه ديال الهاك، سديت عليهم مزيان كيف كنقول لكم. بقيت سيمانه تقريبا وانا كنقي في حياتي من داك التخربيق كامل، من داك الوسخ اللي طحت فيه والظلام اللي عشت فيه. المرات الاولين كانوا صعابين عليا، بحال شي واحد كان مبلي مثلا بالكارو ولا الحشيش وكتقطعوا عليه خطره وحده. كل نهار كان كيجينا الفضول نشوف شنو كاين، ولكن كنت كنعاند، كنت كنفكر في الوالده وفي القناه وفي ساره، وكنقول ما يمكنش نرجع لهذا الشيء، ما يمكنش نتخلى على هذا الشيء كامل اللي بنيته. القناه ولات بالنسبه لي مشروع حياه، وليت كنخدم عليها بالصدق، كنحكي التجارب ديالي لعباد الله وكنعلمهم كيفاش يحميو راسهم بلا مبالغات. كنت كنحذرهم من الحوايج اللي وقعت لي بلا ما نذكر التفاصيل الخطيره. المشاهدات طلعوا، فرحت بزاف، ولكن ماشي داك الفرحه ديال الفلوس، الفرحه ديال راحه البال. وليت الحمد لله كنربح الفلوس وكنعس مرتاح، ما خايف لا من ميساجات لا من مكالمات ولا من حتى شي حاجه اللي تكون مجهوله. ساره ولات واحد الجزء من كل شيء، جزء من حياتي، كانت كتشجعني وكتراجع معايا الافكار، وبعض المرات حتى هي كانت كتسجل معايا شي حلقات صغار على السلامه الرقميه من ديك الزاويه ديال الجمعيات وكذا. بديت كنشوف فيها الانسان اللي جات في الوقت الصحيح، ما دخلتش لحياتي باش تبدلني صحه، ولكن باش توريني شنو كنت قادر نكون من شحال هادي. والوالد كان مازال تيدوز الحبس ديك الساعه وكنت سمعت باللي قريب غادي يخرج. الوالده مسكينه واحد الليله فاقت تتغوت ومشيت لعندها وهي تقول لي انا مسامحه باباك، صافي سمح لي انت ولدي، ان الله غفور رحيم، اللي فات مات.
قلت لها الوالده انا معك في اللي درتيها. المهم هو يتعلم من الغلط ديالو، وانا راه واخا كاعي عليه بزاف، ولكن صراحه راه تيبقى حتى هو انسان ويقدر يتبدل كيف ما تبدلت انا. الحياه رجعات غدا هادئه، ولكن واحد الدرس اللي غادي يبقى محفور ليا في الدماغ ديالي، اللي كيتعلم يحمي الناس خاصو يحمي راسو هو الاول. واحد الليله كنت مريح مع الوالده في الصالون وكندوي معاه عادي، وبديت كنرتاح من داك الصداع اللي كان تابعني. شويه كيوصلني ميساج في النمره الجديده، ويلي شكون هذا اللي مصيفط لي ميساج وانا عاطي النمره غير لساره والوالده صافي، ما عطيت حتى شي واحد. من بعد ما تاكدت لقيته واحد خونا سميتو سامي اللي كان ديما تيدوي معايا. من الهضره ديالو بان لي ما عجبوش الحال لا هو لا هذاك الجروب اللي كنت معاهم. الميساج كانت مكتوبه فيه الامور ما كتمشيش بحال هكا، راك كنتي معنا في البروجيات وخاصك تكمل في هذا الشيء. انا في الاول فاش قريت الميساج قلت يمكن هذا غير تهديد باش يخلعوني وصافي، ولكن ملي وصلت الرساله فيها العنوان ديال الدار القديمه، الدار اللي تحولنا ليها وكذا، عرفت ان الامور بدات كتكبر، القضيه بدات كتحماض. الدماغ ديالي فاش كنت مريح مع الوالده بدا كيدور فيه الرعب. ما بغيتش نخلعها ونقول لها شنو كاين، كان خصني نتصرف بالزربه. تواصلت مع داك المحامي اللي كنت عاودت لكم عليه، عاودت ليه كل شي بلا ما نخبي عليه حتى شي حاجه. هو يدوي معايا بكل البرود وقال لي ما تخلع ما والو وليد، غادي نديروا واحد المحضر رسمي يكون ضد المجهول باش يكون عندك اثبات الا وقعت شي حاجه. مشيت قديت هذاك المحضر وليت راد البال مزيان. الطرق اللي كنت كنمشي منهم وليت كنبدلهم، كنبدل الروتين ديالي وكنقلب اي حاجه في التليفون وفي الانترنت والباسي وداك الشيء. كنت كنحاول نخفي الاثار ديالي، وساره بقات في هذيك الوقيته كتعاونني وواقفه معايا وكتدفعني باش نزيد للقدام. كانت كل ليله كتهضر معايا وكتقول لي شوف واخا وقع هادشي ما تخاف ما والو، راه اهم حاجه هي انك تبقى بواحد النيه اللي زوينه، بقى غادي بها وثيق بها كلشي غادي يتبدل. الوجود ديالها في حياتي خفف عليا بزاف ديال الحوايج، خصوصا في الوقيته اللي بدا الضغط كيخنق فيها. الوالده مسكينه من بعد ما ارتاحت بدات كتحس عاوتاني بشي حاجه تبدلات، ولكن كنت كندوي معاها وكنحاول باش نضحك باش هي كاع ما تحس بداك الشيء اللي كنحس به. من بعد شي سيمانه تقريبا الميساجات اللي كانوا كيوصلوا تحبسوا. ما عرفتش واش خوتنا خافوا من داك الخطوه اللي درتها ولا الظروف تبدلات وصافي، ولكن الحمد لله بدا كلشي كيرجع بشويه بشويه للطبيعه ديالو. القناه رجعات غادا بواحد الخط اللي ثابت، الناس بداو كيتفاعلوا اكثر والفيديوهات بداو كيتفرقعوا، المحتوى ولا عنده واحد المعنى اللي جديد. ما بقيتش غير تنحكي لبنادم ونعاود لهم على الحمايه التقنيه، وليت كندير فيديوهات على المسؤوليه، على الضمير، على داكشي اللي كيعاود على ما بين الصح والغلط. واحد النهار فاش كنا انا وساره في واحد القهوه صغيره في الكورنيش، قالت لي واحد الكلمه ما عمرني ما غادي ننساها، اللي كيشوف الظلام راه ماشي خصو يهرب منه، خصو يضوي بشي شمعه. هاد الجمله بقات لي في الدماغ ديالي ولات عنوان ديال المرحله الجديده ديالي. بديت كنقاد واحد البروجي جديد مع ساره، سلسله في القناه ديالي سميتها الوعي الرقمي، باش الناس يتعلموا كيفاش يتعاملوا مع التكنولوجيا بلا خوف بلا تهور. كنا كنصوروا انا وياها بزوج وكنا كنضحكوا بزاف في التصوير. المشاهدات طلعوا بواحد الطريقه اللي ما توقعتهاش، الناس ولات كتقول لي في الكومونتيرات خاصنا بزاف ديال الناس بحالكم كتعلمونا وما كتكبروش علينا، ما كتخبيو علينا والو. وهادو كانوا اجمل حوايج سمعتهم في حياتي. الحب ديال الناس راه ما كيتباع ما كيتشرى بالمال. من داك النهار وانا كنحس بواحد الراحه اللي ما حسيتش بها من سنين هادي. وليت كنوض بكري وكنشرب قهوه مع الوالده وكنبدا خدام شويه عليها في الباسي. وليت فريلانسر مرتاح. سامي ورضوان ومروان وكاع داك الدراري والجروبات نساوني، ولا الماضي ديالي غير واحد الصفحه اللي سديتها، ولكن الدرس ديالها بقى حاضر، غادي نتعلم منه بزاف ديال الحوايج. واللي هو الدنيا فيها بزاف ديال الخطوط اللي ما خاصكش تدوزهم، واخا يكونوا المغريات وسط منهم ما توصلهمش كاع. بحال هكا رجعت حياتي عاديه، قناه عامره بالنشاط والناس كيتبعوني والوالده مطمئنه وساره قريبه مني وكانت كتعاوني في كل خطوه درتها. واحد النهار كنطل من الشرجم وكنشوف في الجهه ديال البحر وداك الهواء تيدخل ليا نيشان الحلق ديالي، كنستنشق وكنتنفس مزيان وكنقول اخيرا وليت كنعيش ومرتاح وباخر وماشي غير غادي كنجري وصافي. اليوم وانا جالس في السطح ديال الدار وكنشوف في البحر من بعيد وكنسمع الضحك ديال الوالده لداخل
وساره كتصيفط لي الميساجات وهي تقول لي في واحد الميساج اللي ضحكني شويه: راك وعدتيني باش نكملوا الحلقه الجايه. قلت لها: واشنو هي؟ نخلي الضوء شاعل بلا ما نطفيو داك الرينغ لايت وداك الشيء؟ قالت لي: واللي بغيتي. وهذا الشيء بطبيعه الحال الا بغيتي تخدم وتدخل فلوس من اليوتيوب. والكلام ديالها كله على حق. الحمد لله حياتي تقادات، ما كنتش بغيت تسالي بشي دراما وشي تخربيق. الحكايه ديالي كتعاود لكم كيفاش ولد طنجة تعلم بالطريقه الصعيبه ان العلم بلا ضمير يقدر يضيعك. الضمير بلا علم ما عمر ما غادي يوصل بعيد. واليوم وليت كنعرف الطريق ديالي فين غادا، كنحمي راسي والناس اللي قرابين ليا وما نضر حتى شي واحد. وبهذه الطريقه قدرت نسد الباب على هذاك الوليد القديم اللي دخل لواحد العالم اللي ما كانش باغي يخرج منه. عاقل على كل الدروس عطاتهم لي الحياه، والحمد لله انا مرتاح على الاقل دابا، حيت ما بقيتش مخبي ومقلق اللي يكونوا تابعيني هذوك خوتنا اللي خطارين عليا. ما عرفت شنو غادي نقول لكم، ولكن هذه النهايه ديال القصه ديالي. ما فيهاش شي حاجه اللي سبيسيال بزاف، ولكن حبيت انني نشارك معكم داك الظلام اللي كنت عايش فيه وكيفاش وليت هاكر وكيفاش وكيفاش وكيفاش. القصه هي فيها بزاف ديال العبار اللي ركزتوا معاها، وإلا عجباتكم ما تنساوش تخليوا لي واحد التعليق لتحت، غادي نقراهم كاملين وغادي نجاوبكم.